بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناة خراز عبد القادر، مرحبا بكم. تتلاقاو من جديد في حلقة جديدة كالمعتاد. الحلقة ديالنا اليوم واحد جوج ولاد مصاحبين او تصاحبوا بعضياتهم، تصاحبوا ماشي ولد حومتو، ولكن واحد تصاحب مع واحد. تلاقاو واحد المره في واحد لاصال تيترينيو، وفي ديك لاصال تعرف في لاصال تيترينيو الدراري واخا ما تيكونش يعرفوا بعضياتهم، واحد تيصلح الاخر في لاصال تيقول له الا بغيتي تهز السكر، كل واحد تيولي مدرب ديال الاخر في لاصال. تلاحظوا في ليصال سيرتو ليصال ديال الحديد تيهزوا الاوزان الثقيله وداكشي، تيخدموا لي مسك ديالهم، تيتعرفوا بعضياتهم الشباب، تعرف معاه، ولكن وقعت عندهم واحد المعرفه ولكن سطحيه. ديك المعرفه تيتلاقاوها في لاصال، تما فين تيتلاقاو تيهضروا في لاصال، ولكن تيمشيو الله يهنيك الله يهنيك. استمرت هذه القضيه هذه واحد 3 شهور ولا 4 شهور، ولا تتعرفوا مزيان. شي جعلهم زاد ديك المعرفه ديالهم للزنقه، ولاو تيتلاقاو في العشيه تيمشيو يشربوا قهوه. انت فين ساكن؟ انا ساكن هنا. وانت فين ساكن؟ انا ساكن هنا. اش تيدير باك؟ اش تيدير با؟ واحد فيهم اللي تيهمنا حنا، واحد الشاب اللي كان في عمره 26 عام، الغريب في الامر عند والديه غير هو، مو من بعد ولداتو ما عاودش ولدات، وكان عزيز عند والديه. كان عزيز عند والديه اللي عنده موتور كبير ديالو وعنده سياره وتيمشي لاصال وتيقرا انجليزيه وشد البكالوريا ديالو بمونسيون. هذاك السيد الاخر اللي تصاحب معاه اللي تعرف معاه، وثانيين هاد الولد اللي هضرنا عليه دابا، هذا اللي لاباس عليه وباه لاباس عليه بصح، عنده فلوس، راجل فلاح من واحد الجهه، عنده تجاره ديالو في المدينه، ما خاصو خير، وساكنين في واحد الفيلا كبيره. الاخر لا، الاخر ساكن في دور حي شعبي كما قال ليه، لان هذا كان تيقول لي الاخر، تيقول لامو الشعبي، تيقول بان باه عنده واحد الكراج ديال ميكانيكي، وبانه مشى للتكوين المهني وقرا المكننه لا ميكانيك، وبانه تيقول ملي غيكمل الدبلوم ديالو غادي هو يدير كراج كبير ديالو كذا كذا كذا. كانت العلاقات ديالو جمعتهم هذيك الطوموبيل اللي كانت ديال السيد المعني بالامر الاول. كان الاخر تيشوف لي هذه، تيصلح لي هذه، تيقول لي هذه خصك تبدلها، هذيك كذا، انه تعرف لا ميكانيك، ولكن ولاو صحاب بعضياتهم. حتى واحد النهار هذاك نسميوه حنا غير الميكانيكي، ذاك الميكانيسيان، خبر ذاك الولد قال لي ودي انا غادي نمشي لبرا، غادي نمشي للخارج طالبين الميكانيسيانات. الميكانيسيان في الخارج راه تيخدم وتيدير وتيفعل كذا كذا. عندي ولد عمي ميكانيسيان في الخارج، تيعاود ليا نهار مشى فهمتي عنده غير الحرفه في راسو، دابا راه ولا ودار وفعل كذا كذا، وتزوج واحد الطليانيه وعايش معها مزيان وبوها لاباس عليه، وعنده واحد الكراج كبير وعنده كذا وعنده كذا، وراه غيديني تما وراه وجد ليا السكنه، وتيوريه تيقول لها ودي تيجيب لي البورطابل ديالو، تيقول لها السكنه شتي هذه هي السكنه اللي ديالو هو عايش فيها، هذه السكنه اللي خلى لي انا هي صغيره قال لي جي تعيش فيها وكذا 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 وكذا. هذه مراته واقف معها، هذه خت مراته، تيقول لي الا جيتي ان شاء الله تزوج بها باقا تتقرا. الاخر غير تيتصنت ليه. واحد المره دخلت معاه في الموضوع وقال لي كيفاش غتمشي، واش غدير التاشيره، غدير الفيزا ديالك؟ قال لي لا. لقيت واحد السيد تيحرك، هو اللي غيحركني فعلا، مع الكلام، مع اليوم غدا الاخر كل نهار تيخبروا وتيقول لي فين وصل في ديك العمليه اللي بغا يدير ديال الحرق. قال لي واحد النهار بان السيد طلب مني 4 المليون وانا وجدتها ليه، ودابا راه واحد الدراري مشاو، واحد 4 الدراري مشاو وراه عيطوا لي من لهيه وقالوا لي راه السيد راه معقول وراه كذا وراه كذا وراه كذا وراه كذا وراه غيديك هذا. هذاك الولد طاحت ليه فراتو فكره بحال لعب مع الشيطان. الدري اللي هو ولد عائلتهم، ولد عائله، الدري اللي عنده موتور كبير ديالو، اللي عنده طوموبيل ليالو، اللي باه تيقول ليه انا ما تنطلب منك والو الا قريتك، تمشي لقريتك، واللي تيقول ليه باه انا بغيتك تشد واحد الدكتوراه ديالك في الانجليزيه، وبغيتك تكون استاذ ديال الانجليزيه، وبغيتك. دخلت ليه ديك الفكره ديال هو حتى هو ولا تيفكر يمشي لايطاليا.
ويعيش في ايطاليا وما عرف شنو غيدير في ايطاليا. عرض فكره على مو ما بغاتها شيء، وصلت الخبر لباه، باه دخل معاه في نقاش كما تقول واحد السيده من عائلتهم، نقاش حاد. تيقول لي كيفاش شنو خصك هنا، اشنو خصك هنايا، شنو خصك هنا في المغرب، شنو خصك معايا، اشنو خصك. قرا دير في قرايتك ومن بعد تاخذ فيزا بطريقه قانونيه، وانا غنشد فيزا وانا غنديك معايا وتمشي تشوف ديك الدنيا. حنا ديك البلاد حنا بالنسبه لنا حنا نمشيو لها غير سياحه ماشي تعيش فيها. ولكن داك الدري واللي في راسو بغا يمشي مع داك السيد صاحبو، بغا يمشي معاه، تيقول لهم انا غنمشي معاه، انا غادي نمشي معاه، انا غنمشي معاه. باه شرح ليه بان عنده عمامو وعنده ولاد عمامو في الخارج، في فرنسا وفي ايطاليا، عنده عائله كبيره. تيقول لي نهار غتبغي تمشي اولدي غتمشي سائح وغنصيفطك عندهم وغتمشي تشوف عندهم وراهم تيتسناوك وراه كذا وراه كذا وراه كذا. الوالد ديالو مسكين دار ليه اتصال ما بينه وبين خوتو اللي في الخارج، وتيهضروا مع داك الولد تيقول له غير صبر، راه غير قرا دير في قرايتك، غادي نجيبوك عندنا وغتشوف الدنيا وغادي دير وتولي استاذ ديال الانجليزيه في بلادك وتبقى تجي وتمشي وكذا. دخلوا تيعاودوا ليه الدري لا خصو يمشي من ديك المشيه اللي مشى معاه، هذا غادي خصو يمشي معاه، هذا غيمشي خصو يمشي معاه. واحد الوقت باع الموتور ديالو، وباع الموتور ديالو ب6 المليون، لان كان عنده موتور كبير، موتور كما تنقولوا 4 سيلندر بيرمي. باعوا بحجه اما قال لمو قال لا راه فيه الخطر، كان غيضربني واحد غيناد، كنت غنتقلب وكذا وكذا وهذا البوليس حاطين علينا وكذا وكذا. باع موتور وباه فرح قال ولدي باع الموتور، ولدي ما بقاش مع داك الموتور اللي خلعنا. ولكم تتعرفوا الموتورات الكبار، الناس اللي عندهم موتورات كبار راكم تتعرفوهم، هذوك الموتورات الكبار تشوفوا الصداع اللي تيديروا. وانا تنقول لكم هذا الكلام لان تنعاني من هذا الصداع، لان في الحومه ديالي كاين واحد الدري عنده موتور كبير مصدعنا في راسنا وتيديروا هذاك تيزيدوا بعض المواد في ليسانس باش تيبقى يدير الصداع بزاف وخلعوا الناس. ولكن تشوفوا الضربه ديالهم، الحادثه ديالهم مميته، اما يقتل اما تيتقتل. لان تنشوفوا ناس اوروبيين تيجيو من المانيا وفرنسا وتيجيو قافلات ديال الموتورات كبار وتيجيو السياحه غاديين مقادين مصاوبين. حنا عندنا هنا تيدير موتور كبير وتيبقى يدور وسط حومه مصدع حومه، تيدور النهار كامل والناس تيدعيو فيه بالقهاوي الله يعطيه الله يعطيه حتى تنجي. وهنا غندير واحد الخرجه والله العظيم. كان واحد ولد عنده واحد الموتور كبير وكان تيدوز في الشارع، شحال شدوه البوليس وطلقوه، شحال شدوه البوليس داو ليه غرامه، شحال شدوه، هو الدري اللي في راسو. وكان تيدوز بواحد السرعه وبواحد الصوت ديال داك الموتور، فهمت، تيخلع الناس. ودار واحد الحادثه مشات معاه واحد البنت كانت راكبه معاه، مشات الضحيه معاه وماتوا بجوج. ولاو تيقول الناس هاد الدعاوي ديالنا، هاد الدعاوي ديالنا، هاد الدعاوي ديالنا. لان لما ايوا الشاب تيكون عندك موتور وتكون غادي في الشارع وتدير داك الصوت فا 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 صدع الناس، راه ماشي صحابك الناس تيقولوا بطل، غتيبقاو يدعيو فيك انت دير داك الاعمال هذيك. انا غير تنبه ونكمل الحديث ديالي. باع موتور واحتفظ بالفلوس، احتفظ بديك 6 المليون كما تقول السيده اللي من عائلته. وباه ما تيحاسبوش، ما تتحاسبوش، عنده حتى واحد حساب في لابونك تيخلي فيه فليسات يعطيهم ليه با. بعض المرات من تيكون با رشقالي تيعطي فلوس شويه زايده تيديرها في لابونك باش تيدير ليسانس الموتور وباش يدير ليسانس باش يدير مازوت للطوموبيل. دابا الموتور مشى ولات عنده فلوس في لابونك اللي هي شوف اش كان عنده قبل، يعلم الله وزاد على هذيك 6 مليون. واحد النهار الدري غبر ما بانش، دارهم ما جاش ليها، بقى تيشوفوا اشنو وقع. تيسولوا العائله ديالهم في المدينه واش ما جاش عندكم، جاو عائلتهم تما لدارهم تيلاحظوا بان الدري هز حوايجو، بان مزوز الباليزه ديالو، مزوز واحد الساكادو ديالو، داو شي سبرديلات شي حوايج. اي دري دا حوايجو اللي مهمين، دا البورطابل ديالو، دا كذا، ولكن ما تيجاوبش. بقات الامور تقريبا الصمت التام، لو كرون سيلونس، تقريبا واحد السيمانه، واحد اسبوع الدري ما تيجوش التليفون. دارهم مشاو عند البوليس ديكلاراو، داو التصويره، البحث لفائده العائله. مشاو الدري فينا هو ما كاينش الدري. امو اللي هي عندها هو الوحيد، وراكم تتعرفوا عندها دري هو الواحد وغيخبر لها، والاب عنده
هو اللي عهدوه، هو ذاك الواحد، ذاك الدري هو الواحد، وغادي يخبر ليه، وغادي يخبر في ظروف غامضه وما غيبان شيء. عنده صاحبه الميكانيسيان، ولكن هو تيقول عندي صاحبي ميكانيسيان. وشكون هو هذا صاحبه الميكانيسيان اللي في واحد الحومه وكذا وكذا وكذا؟ شكون هو؟ بقى باه تيعطي الفلوس بعد الشبان ديال الحي باش يقلبوا على هذا الميكانيسيان. رجعوا بعد الشباب تيقولوا ليه ودي راه ولدك هذاك راه كان صاحبه تعرف معاه في لاصال، الطريق عطاتهم لاصال. هنا مشاو عند البوليس قال لهم ودي رجعنا واحد المعلومات بان ولدنا كان مع واحد الصديق ديالو، صاحبه اللي ولا جديد، صاحبه اللي هو ميكانيسيان وبا عنده حانوت ديال لا ميكانيك وكان معاه في لاصال، صاحبه ما تيتفرقش معاه. البوليس مشاو من هذا الدرب هذا ومشاو تبعوا هذا الطريق ومشاو لاصال وشوفوا مع مول لاصال تيسولوه. نعم مول لاصال جبد لهم واحد لي فيش ديال الناس اللي هما عنده وجبد لهم ذاك الدري. وهنا تنحيي الناس اللي عندهم ليصال ديال الرياضه اللي تيطبقوا القانون، والقانون ديال لاصال راه واضح، اي يكون داك اللي غادي تريني في لاصال يكون عنده بطاقه ديال ديك لاصال، بطاقه ديك لاصال. هادشي ماشي قانوني زعما الخزن تعاقبك عليها، لا، ولكن تكون عندك البطاقه لاصال ويكون عندك تتخلص لاسيرونس ديال لاصال، التامين ديال لاصال. لان شحال من واحد مات في لاصال، شحال من واحد طاحت عليه حديده، شحال من واحد دار شي عمليه خايبه في لاصال ولات عنده عاهه مستديمه، شحال من واحد في لاصال وقع عليه شي تشنج كبير اللي طلب منه باش ينعس في الكلينيك، وشحال من واحد وقع في سكته قلبيه. هنا لاصال او ليصال القاعات ديال الرياضيه، القاعات الرياضيه اللي هي في الملك ديال الخصاصه ديال مواليها، خص يكون عندهم اولا اي اديرون، اي واحد دخل جا باش يتريني يكون عنده واحد البطاقه شخصيه ديالو عند مول لاصال، الصوره ديالو، النوع ديال الرياضه اللي جاي يدير عندك، ويكون عنده لاسيرونس. ولما يجي عندي انايا واحد يتريني عندي ويعطيني البطاقه ويخلصني ويعطيني فلوس لاسيرونس، خصو نعرفو على لاسيرونس، خصني نعرفو على لاسيرونس، نقول له ودي حنا مسؤولينك عند الشركه فلان فلانيه، راك تما في عندك لاسيرونس. نعم، لان تنتريني عندك وتنخلص لاسيرونس توقع لي شي حاجه تنتابع لاسيرونس. هذاك البوليس مشاو عند داك مول لاصال اللي تيتريني فيه الولد، قلبوا الفيشيون ما يجبدوا داك الميكانيسيان، جبدوه تعرفوا عليه، قال لي هذا هو الميكانيسيان صاحبه، ندخلوا مع هذا الدرب ديال نمشيو نقلبوا على هذا الميكانيسيان. مشاو تعرفوا على الدار ديال داك الميكانيسيان وتعرفوا على بواه، وبواه قال لهم هذاك راه انا عييت معاه وقلت له ولدي جلس تعاوني وجلس خدم معايا وكذا وكذا، وبقى لاصقني وفي الاخر عطيته 5 المليون 4 المليون، قال لك يعطيها لشي حراق، ومليون بقى عنده وقال لي غنحرق انا وواحد صاحبي، انا وصاحبي. اذا حرق هو وياه، بان بانه ولده حرق وحرق معاه صاحبه، واحد صاحبه تعاود ليه، اش تعاود لك عليه؟ قال لك با لاباس عليه، قال لك اسيدي حتى هو كان عنده شي موتور باعو، قال لك اسيدي، قال لهم خداو البوليس معلومات من عند الاب ديال داك الميكانيسيان، من عند الام ديال داك الميكانيسيان اللي هو هادر لهم على داك صاحبه، قال لهم تاكدوا بانه هذا الولد مشى مع هذا الولد. هنا الام شويه تفاجات، بعدا ما ميت شيء، بعدا ولدنا راه مشى للخارج كما كان الحال، هما ما بغاو شيء، ولكن كما كان الحال تعرف بعدا على الاقل تعرف في كاين ان الدم مشى للخارج. واحد الولد في البحث تيقول من الاصدقاء ديالو في البحث ديال البوليس مع تعميق البحث على الاقارب والاصدقاء والدراري في لاصال وكذا، واحد كان معاه في لاصال وكان صاحبه حتى هو، تيقول بانه دا معاه 20 مليون. تيقول لهم انا كنت نمشي نصرف معاه الفلوس وتنصرفوها بالاورو وتنصرفوها حتى بالدولار. اذا باع الموطور ب 6 المليون، اذا كان مخبي 14 مليون. او يعلم الله كي دار، واش باع ديك الطوموبيل اللي خلاها في دارهم يجي يديها شي واحد ولا كذا. وكاين هذاك الولد تيقول انا كنت نمشي معاه عند اللي تيصرف الفلوس وتنصرفوا الفلوس هنا وهنا وهنا، وكنا تنمشيو للرباط وتنصرفوا عندك اللي في الشارع، وهذا اللي قانوني وغير قانوني تنصرفوا. ولكن قال لهم حسب ما شفت انا تقريبا غيكون دا واحد 20 مليون. مشاو عند واحد من دوك اللي تيصرفوا الفلوس، مشاو عنده عرفوا وقال لهم ايه تيجي تصرف عندي الفلوس، ولكن تقرب تصرف عندي انا نقول لكم واحد 9 ولا 10 المليون. ولكن ذاك الولد قال صرف هنا وصرف هنا صرف هنا، اذا الدري دا ما 20 مليون تقريبا 20 مليون حسب البحث اللي داروا البوليس وعائلته وكذا وكذا. ومشى
دازت 10 أيام. واحد النهار عيط على مو، قال لي امي انا سمعتكم نوضتوا عليها لا قضيه عند البوليس وكذا وكذا، واش ما بغيتوش ندبر راسي، واش بغيت نبقى انا تما في المغرب، واش انا كذا واش كذا، ونشوف حياتي ونشوف برا ونشوف كذا 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 كذا. تقول لها ما تخافيش عليا وهذا، ومو تقول له بغيت غير نشوفك انت تعلمنا وصافي. يقولها للوالد، يقول لها انا راه مشيت لبرا، صافي انا مشيت لبرا، ضبطت راسي انا مشيت لبرا وهذا وهذا. تقول لي امو فين انت ولدي؟ تقول انا في اسبانيا، انا في اسبانيا رحنا قطعنا ومشينا في اسبانيا صافي، ولكن غنوصل انا غير غنقاد ريقاتي، انا عارف كي غندير كي هادي كي هادي كي هادي. المهم تقول دوز عند عمامك، دوز عند دمك فلان، دوز عند كذا دوز عند كذا. باه ساق الاخبار هذا الشيء، ولا تتصل بخوتو اللي عنده في الخارج، وراه جا راه في اسبانيا، راه علمنا راه لقينا راه في اسبانيا، شوف الا جا عندكم الله يرضي عليك خذوا بيدي، الا كان ديروها صحيح ليل ونهار. وجا باقي ما جاش، وجا باقي ما جاش، وجا باقي ما جاش. داز تقريبا 28 يوم، والدري راه في اسبانيا مع صاحبه، مشاو بجوج. عمامو راه تيقي الاخبار، عمامو تيتسناو تما، ولكن اتصال ما بين الاب والعمام الدري ما جاش عنده. واش باقي واحد في اسبانيا في شي بلاصه، يمكن باش يجي عندهم الطاليان. تيحاولوا يتصلوا به ما تيجاوش، مو تتصل به ما بقاش تيجاوب، هضر معاه مره واحده ما بقاش تيجاوب. حتى واحد النهار 28 يوم المراه تيجيو عندها جوج دراكيه للدار، رجال الدرك، ومعهم جوج ديال البوليس من الشرطه القضائيه. دقوا عليهم في الدار، خرجت الام هي اللي كانت تما، قال لها فين راجلك؟ قالت ليه هاي، لا بغيتو نعيط عليه هو كاين. عيطوا الراجل جا، تتقول السيده اللي مع ايدها تتقول بانهم قال لها لا ما كاين باس، وبقاو جالسين في الطوموبيل تيستناو الراجل. والام تتقول ما يكون باس، يقول لا ما كاين باس. الام تتقول مع راسها ولدي راه في الخارج وراجليها هو جاي، اذا مناش غنخاف انا ما عندي مناش نخاف. ولكن بقات واقفه قدام الباب واخرين جالسين في الطوموبيل. جا راجلها نزل من الطوموبيل، هبطوا هذوك الدراكين بجوج، وهبطوا دوك جوج البوليس بجوج مشاو عنده. السيده تتعاود ليا وتتعرف تعاود، وعجبتني في التعاود ديالها لما قالت لي حنا بقينا في الباب وتعطيني داك الشيء مع انا تعطيها اسئله. داك الطريقه ديال السرد ديالها كان عجيب، وكنت نسولها وكنت نشوف فيها المعقول والحقيقه، تقول الحقيقه وما هو جميل وليس بجميل، وما هو شنقول لكم فظيع، ان لم اقل جميل اقول فظيع. هي باش عاودت لي فاش الجدرميه وقفوا مع بوح عين بوحد، وهي تتشوف وراتو تشوف الجدرميه، تيبينوا واحد التصويره، تيشوف الاب تيهضروا معاه، تيبان الاب نهار وطاح بوها، جلس على التروطوار وطاح. المراه بقات تتغوت، وديك اللي معاها السيده اللي تتعاودنا من العائله اللي ديما معاها، قالت حنا بقيت نضربوا في حنا كنا اش وقع ما وقع. هذوك الجدرميه والبوليس ولاتهم جيبوا الماء تيكبوا ليه الماء. المراه قالت لي مراه جا عنده السكر، جاء اروني السكر، ما جيب السكر، جابوا لي واحد شويه المونه شربوها ليه وكذا وكذا. سيدي رجعوا الله والله يعظم اجرك، وعليك بالصبر وعليك بكذا 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 بكذا. اش هذا الخبر اللي جابوا ليه بان ولده مات. جابوا ليه بان ولده في واحد الغابه بجنب البحر، حدا القصر الصغير بجنب البحر. واحد السيد دايز وتلقى جثه ديال واحد شخص مقتول، مضروب راسو مقتول، هو اللي علم به الدرك. ومشاو الدرك لعين المكان ولقاو داك الدري قاطعين عليه فوق منه الربيع، وقاطعين شي برونش، بغاو يخبيوه، اللي قتلوه بغاو يخبيوه بجنب البحر. كاين الغابه والدري تما مقتول، لقاوه تما مقتول بوحدو، ما معاش الميكانيسيان. حسب كلام المسطره اللي الحمد لله توصلت لها ديال الدرك الملكي، تيقولوا بانه تنتقلوا مع المخبر للغابه مسمات كذا، تنمشيو لواحد المكان معشوشب وفيه اشجار، فيه العشوب بزاف الشجر، تلقاو واحد الولد مقتول محيدين ليه السبرديله ولابس غير تريكو وسروال بلو جين، تيقول مقتول مضروب في راسو،
تيقول بانه بدات العلامات ديال النفخ، بدات يتنفخ، وبانه المخدوع البصمات ديالو تعرفوا عليه حسب البطاقه الوطنيه ديالو، داكشي تعرفوا عليه. لحسن الحظ كان هاز مع الباسبور ديالو والبطاقه الوطنيه ديالو، ولقاو مقتول تما. من قتله؟ لا يعلم احد شيئا من قتله. هنا البوليس هضروا مع داك السيد، قال لي شوف من فاق وديك حد الا خصك تجي عندنا غتجي عند الدرك الملكي. هما غتجي عندهم، تجي عند الدرك الملكي غيعطوك المكتب ديالهم في كاين، وتمشي عندهم باش يبحثوا معاك، يكلموا معاك البحث على هذا ولدك باش ما تمشيش روحوا غا هكاك قتلوه الصلاة على النبي. مشى بوه عند الدرك الملكي وجلس معاهم، وديما في رفقة أمه، وتعرف على ولده. بعدا ما مشى داو لامورغ، تعرف على ولده، شاف الدري مقتول في مستودع الأموات، وتعرفت عليه أمه. والأب بحث قال لي ما ودي أنا ولدي راه هاش كاين كيما عاودت لكم أنا، وعرفهم على داك الميكانيسيان. وقال لي حنا البحث غادي يبداو لي المحضر ديالو، وتطلب متابعة خلال المحضر ديالو على الناس اللي قتلوا ولده، وما عرفتش شكون اللي قتلو، ولكن فتح لهم الباب ديال البحث باش يبحثوا مع الميكانيسيان اللي مشى معاه. الأب ديال الميكانيسيان لما جاو الدرك واستدعوه برفقة رجال الشرطة، باه تيقول أنا راه عيط ليا وقال لي هذه واحد السيمانة، قال لي با رانا في اسبانيا، ورصفت ليا بأنه في اسبانيا، وصيفط لي فيديو في اسبانيا، وخداو من عنده البورتابل لقاو الدري فعلا في اسبانيا تيسير با وتيقول الوالده انا، ولكن داك الدري الاخر ما معاش، هو تيشير وتيسلم عليهم وتيقول لي راني غادي للطاليان ولا كذا، راه هذا تيقول لي داك الولد تفارقت انا وياه، قال لك غيمشي عند عمامو ولا ما عند خوالو، وانا تفارقت انا وياه، انا بقيت بوحدي. اذن شنو فهمنا من هذا الشيء هذا؟ شنو فهمنا منه؟ هذا الولد هذا الميكانيسيان هو سببه في الحريق، هو اللي بقى تيعمر ليه راسو، هو ما خاصو حتى شي خير، وداك الشيء اللي عايش فيه مع والديه ما عمره غيلقاه لا في الطاليان ولا في ميريكان ولا في اي بلاصه. وكان عليه ينتظر هذا الولد، لانه حالته الماديه والحاله الوالد الماديه تمكنه من الحصول على التاشيره، وكان يمشي توريس بلا صداع بلا هادي بلا هاديك. هاد الدري تيقول لبا انا تفرقت معاه، مشى عند عمامو، ولكن عند عمامو غتفرق معاه في اسبانيا، غتفرق معاه تخرجوا من اسبانيا تمشيو للطاليان، يمكن نمشي عند عمامو، قالك تفرقت معاه. هاد الدري عنده 20 مليون اللي مات ومشات، ولكن ما هو جميل بان الاخرين ما تيشوفوا الفيديو ديال الولد هذاك ديال الميكانيسيان في اسبانيا، كيشوفوا الساكادو ديال صاحبه ديال الدري، ساكادو زرق هازو، هاز الساكادو ديالو وهاز الساكادو زرق مصور به، صافي دير دا معاه الصاك ديال الدري. معنى هذا ان الحوايج ديال الدري قدام هو، معنى هذا انه لا يستبعد قتل داك الولد، قتلو لما شاف عنده 20 مليون، وهو عنده كما قال با عطيته 4 المليون للحراق وعطيته مليون ليه، واش ديك 4 المليون عطاها بقى مليون، شافو ما قادوش، شاف عند الاخر فلوس بزاف وطمع. هذيك البلاصه اللي تلقى فيها الدري مقتول من تما تيحرقوا الغابه والجبل وقريبه، تما تيجيو دوك الحراقه بالكلوزودياك وداك الشيء تيديوهم، اي انهم ربما مشاو تما تيتسناو، لان دوك الحراقه تيخليوهم في الغابه يومين 3 ايام بالبرد والشتاء والجوع، تيخليوهم تيجيبوهم حطوهم في شي دار يسدوا عليهم. دابا نعاود لكم واحد القصه، واحد الرجال وحدين سد عليهم في واحد الدار، خلاهم تما تيقول لهم ما تهضروش ما تكلموش، خلاهم تقريبا 20 يوم، تيدخل تعطيهم السيترو د الحليب وكوميرات وما تهضروش، راه موالين العماره كذا كذا، سكتوا. هذا يمكن حطوهم في ديك الغابه هو وياه قال تسناونا، الوقت اللي جاو اخرين داهم الاخر مشى بوحدو، يمكن قال لهم هذاك راجع في حالته، هو راه قتلو، لانه ها السكادو ديالو باين بانه قتلو. هذاك دات عليه مذكره بحث على الصعيد الدولي، لانه هو المتهم الاول، والصك ديال كيفاش انت في اسبانيا قلتي لي راه مشى عند عائله ديالو، ما عندوش عائله في اسبانيا، وانت الصك ديالو معاك تقول ما تفارقت انا وياه. اذا درتي ما بغيتي، 20 مليون اللي كانت تتصرف الاورو بالدولار جراته باش يقتل صاحبه، باش يقتل الدري مسكين ولد عائله، الدري لاباس عليهم، دوك اللي تغواو وما اكثرهم اللي تغوا، دوك اللي تاقوا بشي وحدين جاو كذبوا عليهم، قال لهم كذا 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 كذا،
ومشى ماشي بغى يمشي للخارج، بغى يمشي بحال غادي انتحار نموت، غادي يدوز بالزود ديالك ويدخلوا مع البحر وهذا والمواج. اش خصك اولدي، اش خصك. هذاك بقى مبحوث عليه برقيه على الصعيد الدولي، كما الخدمه ديال الشرطه والخدمه ديال الدرك الملكي، بانه لا يستبعد ان هذا الشخص هو القاتل، ولا يستبعد بانه استنادا الى الصك اللي هاز ديال الدري والكذوب اللي تيكذب في التليفون على باه، ومشى وقتلو ودا فلوس، او شي واحد عاونو يعلم الله ودا فلوس ومشى. ولكن حاجه اللي زوينه بانه كما عاودت لي السيده تتقول بان ذاك الميكانيكي دخل ايطاليا، الوجهه اللي كان غادي لها، وكان في اتصال دائم مع باه، وتقول بانه تقتل في ايطاليا، تقتل. هادشي تاكدوا الميكانيسيين، الاب ديالو الميكانيكي تاكدوا لما زدت تبحث وصلت شي ناس اقرب منه تقول هذاك ولدو راه قتلوه، دوز شي عامين في الطاليان وقتلوه، ما عرفوش شكون اللي قتلوه، ورصيفطوه من تما جابوه ودفنوه. تقتل في الطاليان. شكون اللي قتلو في الطاليان؟ لان الدري بقى في اتصال مع باه الميكانيكي، ديما تيهضر مع بو وباه وعائلته، هو مبحوث عليه على الصعيد الدولي متهم بالقتل. والدري الاخر عمامو ولاد عمامو معروفين ومشهورين في ايطاليا، واش وصلوا ليه؟ يمكن وصلوا ليه، انا لا استبعد بانه وصلوا ليه. على مالو هو عامين غيدخل مع المافيا ويدخل مع داكشي وداكشي، راه عامين يبقى يتلوى تما، غيتلوى مره بايت هنا، مره هاز كارطون، مره خدام في الفلاحه، مره تيتلوى. على هو غنمشي عطاو الوراق ولا غنمشي تزوج طاليانيه؟ ما عند معلومات حتى عند با، ما عنده لا معلومات، لا مو عنده شي معلومات، لا جيرانه ولا صحابو تيعرفوه، وقتلوه في الطاليان، قتلوه شي وحدين في الطاليان وجابوه في الصندوق ودفنوه. نعم كان قوة الله وقدرة الله، ربما ربي انتقم منه، ربي انتقم منه من داك الشاب، ولا يستبعد، ما يمكن شيء ما دار والو داك الشاب وسلط عليه الله هذا القتل من طرف مجهول. ما لقاوش اللي قتلو وصيفطوه في الصندوق. خرج على داك الوليد، خرج على ديك الام، كما قالت لي ديك السيده، قالت لي مو مرضات واحد المرض ولا تطيح في الطريق، تكون غادا تطيح وتتكون مع العيالة تطيح وتتغمى وتتعاود تفيق، حالتهم حاله. با ما بقاش يدير في خدمته، تيقول الناس وانا على من خدام، اللي خدام عليه راه مشى ليا، اللي كنا نتسناو زواجو ونتسناو وليداتو راه مشى ليا. كلا هاد الميكانيسيان داك الولد، وكلا هذاك الولد براسو الميكانيسيان، وكلا هذاك الدري، وكلا باه، وكلا مو، في سبيل ماذا؟ في سبيل الحريق. الحريق. وكنت قلت لكم واحد المره على واحد البنت، وديما تتبقى فيها هاد البنت، ان بنت عائله بخير، وتيقولوا البوليس، يعاودوا لي البوليس اللي خدموا هاد لافير اللي تيعرفوها مزيان. هاد البنت كانت عايشه في التسعينات في واحد المدينه، بلا ما نذكر والديها مساكن، وبقاو عاوتاني يعاودوا يبكيو. وهاد البنت كانت الراجل عنده وليدات، ولكن عنده جوج بنات، بنت مجوجه وبنت عازبه. هذيك البنت كما تيعاودوا ليا بعض الشرطيين كانت معروفه بانها جميله، البنت الصغيره جميله، وكانت اختها الكبيره تدابز مع راجلها، وتينوضوا صداع ديما مدابزين، ديما دافوني، ديما كذا وتيمشيو عند البوليس، وكانت هي تدخل بيناتهم كل ساعه، تولوا عرفها البوليس مال هادو اخويا الله يهديهم، عاوتاني دابزوا صافي خويا غيتصافحوا غير كذا، ولات معروفه عند البوليس بانها تجي تصلح ما بين اختها وراجلها. وكانت بنت كما قلت لكم، كما عاودوا لي هما، كانت بنت جميله، وباها كان لاباس عليه، وباها كان من الاسياد ديال ديك المدينه، وكان رجل معروف بكرمه وماله وخلقه وادبه. وكانوا واحد مجموعه الناس يتمناو ديك البنت تزيد شويه في العمر وتزوجوا بها، لان كان عندها العمر باقي صغير، عندها 16 17، وهي كانت مهربه من الزواج، بدات في قرايتها ما تفكرش بالزواج. وكانت هي ديك البنت بشوشه مع الناس، كانت تتسلم وتضحك وكذا وكذا وكذا. وتعرف مع واحد البنت كانت بنتهم مشات لايطاليا، ماشي انا تنذكر ايطاليا بوحدك بحال تنهجي الدوله، ولكن
المشكل وقع في هذه المدينه هذه، في الدوله هذه، هاد جوج مشاكل. وربما كاين مشاكل اخرى وقعت حتى في الصين، وقعت هنا ولا هنا. تعرفت مع واحد بنت بقات معها في اتصال، تيقول باها مسكين، تيقول انا بنتي كانت تقول لي بابا خصنا نخرجوا شي مره للخارج. تنقول لها ان شاء الله نصاوبوا الباسبور، كان ديك الساعه الباسبور شويه مزير، نصاوبوا الباسبورات تمشي انا وامك وكذا وكذا، عنده حق يمشي وعنده حق الفيزا. ولكن هي زربات وتسرعات، تقول لي خليني نمشي عند صحاباتي ونمشي نشوفهم ونمشي لبرا. فعلا حصلت على التاشيره، خدات الفيزا ديالها قانونيا ومشات لبرا قانونيا، عطاها بواحد الفلوس بزاف اللي قدوها، ما تخصم حتى شي حاجه، ودات كادوات صحاباتها تما، ودات كادو ديك صاحبتها، وكانت سكنات في واحد البلاصه مزيانه، ماشي مسات تخبات عند شي واحد شي بيت وكوزينه، سكنات في بلاصه مزيانه بان فوطين مزيان، وبقاو دوك صحاباتها مع اتصال يومي، وهي تمشي معاهم لي ريستورون تيتعشى وتتخلص ونمشيو معاهم لهنا. وكانت هي لقات واحد شويه الحريه ديالها تما في اللبس، داك اللبس اللي كانت تلبس هنا في دارهم ديال الحشمه وكذا وكذا، ولا تلبس لباس تما اوروبي، وجا معاها كما تيقولوا، وكانت القامه ديالها والطوله ديالها جا مع هذيك الكسوه اللي كانت تلبس، وكانت تلبس شي حوايج من تما من ايطاليا، وانتم تتعرفوا ايطاليا واللباس ديال ايطاليا وكيفاش تلبسوا الايطاليين، لانهم من الدول مشهوره في العالم باللبس، لا المراه ولا الرجل الايطالي. وانا شفتهم في روما في واحد الجهه تيتجمعوا الناس اللي لابسين كساوي جداد، الكومبليات جداد والبجاد، وتيبقاو يتمشاو تما، والناس يشوفوا فيهم اللباس الجداد، الاناقه، تيجيو يشوفوا الاناقه العالميه ايطاليا. وكانت تلبس حتى هي ولا تشي داكشي وتتلبسو. وواحد النهار شات واحد الكسوه يديها عريان من هنايا وظهرها عريان، ومشات تتسنى واحد صاحبتها، دارت معاه في واحد الريستورون تسناها، وهي جالسه في واحد الكرسي، وجا واحد من اللور هاز واحد الجنويه، هما تيقولوا انا ما بغيتش نذكر الدوله ديالو باش ما يقولكش انا بغينا فيهم الخدمه ولا ما تنبغيش فيهم الخدمه، من الدول المغاربيه، ليس مغربيين ولكن من الدول المغاربيه، حيت قلنا الدوله يقول لك انتم حاطين عليهم كذا، لا لا لا، من الدول المغاربيه. وجاها من اللور وضربها بالجنويه، ضربها الكلوه. في ديك الوقت اللي ضربها السيده اللي في الكونطوار اللي مكلفه بالقهوه، اللي قالت لي ماشي هي ماشي هي ماشي هي، سي با الاخر تيضرب، تيقول لي ماشي هي، هو تيضرب. اشنو وقع؟ هذاك السيد من طاح، ديك السيده شافها طلق الموس وطاح وسخف وما قدش ينوض. علاش؟ حيت هذاك كانت عنده نيه يقتل واحد الخليده ديالو، صاحبته عنده معاه مشاكل، صاحبته عربيه من دولته وهو عربي من مغاربي وهي مغاربيه، وكان ذاك النهار عنده ما حساب وجا، وهذيك كانت لابسه كسوه بحال هذيك الكسوه اللي لابسه ديك البنت تلبسها الاخرى هذيك. هو جاها من اللور، شاف ديك البنت مع اللور ديالها يصحاب ليه هي، كما تيقولوا كان الليل وكان الضوء شاعلين، ودخل وضربها وسط ديك الريستورون. والسيده تقول لي ماشي هي، ولما جاو البوليس قال لهم انا يصحاب ليك، انا ما يصحابنيش هي، انا يصحابني هذيك اللي مخاصم مع هاد السلطه اللي خرجت عليا ودارت ليا وفعلت ليا وتركت ليا. السيده تقتلات وجابوها ديك المدينه، وكانت كما تيقول البوليس اللي حضروا، كانت واحد الجنازه مهيبه، كان واحد الجنازه حضروا فيها السلطات، حضروا فيها الناس على باها والجاه اللي كان عند باها والفضل ديال باها، حضروا الناس كامل، المدينه كلها تتهز باها، والمدينه كلها غادا مع ديك البنت، الطيبوبه ديالها والانسانيه ديالها. وعلاش مشيتيش؟ ياك قال لك باك حتى نمشيو بنيتي كنا، ياك بنتي قالت لك امك خلينا بنتي حنا تنمشيو نشوفوا حنا الخارج، شوفوا الطريق باك راه تيمشي ويجي، والفيزا تقدريش ديها. علاش هاد الزربه؟ علاش بغيتي الحريه وتكوني بوحدك تما؟ علاش؟ يمكن ما غلطاتش مسكينه، بغات حريتها مع صحاباتها وبغات تضحك وتلعب وكذا وكذا، ولكن هاد الضربه من جاتها من الجناب، قتلها واحد غلطا، قتلها غلطا. وعاودت لكم واحد القصه ديال واحد النهار، وراه قالوها لي في واحد اللقاء اللي درتو اخيرا، درت واحد اللقاء تلفزي ميدي وقالت لي الصحفيه شنو هي الموت اللي بقات فيك؟ قلت لها الموت اللي بقات فيه هي واحد بنت هبطت من الطوبيس جايه من الجامعه، وواحد خينا محيح بواحد الموس، وهي مسكينه ديال حداه كاع ما شافت عنده البوس ولا هذا، هو يدورقها ويضربها قتلها عند الدار المغرب وحدها حتى هي وقتلها. هادو هما اللي بقاو فيك هاد الجرائم ديال وحده مسكينه بريئه، هي تموت وتتساءل اش درت ليه؟ هي تقتل ولا اش درت ليه؟ مالو اش درت ليه؟ مشات يا ليتها كما قال باها، تيقول الناس ماتت لي بين يدي انا قدامي بلادي، موت في السبيطار، موت في كلينيك، موت هذا، يضربها واحد كاع هنا. عاود ما حنا تنسناو التليفون ويجيبوها لنا في الصندوق.
هادشي تنديو هذه قضيه هذه ماشي حارقه ما حارقه شيء، ولكن ياما جات من برا، ياما جثث اللي جات من برا سبب الحريق، ياما رمى البحر ديال عباد الله. هاد الايام كان واحد الفيديو خرج واحد، غادي ندير لكم هاد المستملحه، واحد الفيديو راكم شفتوه هاد الايام، ما عرفت اخويا فخري بكا ولا هو تصم داكشي، غير صاحبي جالس حدايا في القهوه قال لي شوف غادي نسوق عليهم، وشي واحد ونصب على شي اكثر من 40 واحد، نصب عليهم في 4 المليون الواحد في واحد الدواء واحد العربيات تما 4 المليون، قال لي بغا نديكم لبرا لاوروبا 4 المليون، وخدامين تيهضروا تيشكيو. وهذيك القناه والله ما عرفت سميتها، ما نقولها لكم ما عرفت سميتها، ما عطيتش اهميه، انا شي تيعصبني، ودير لهم الميكرو تيهضروا واحد شيباني واش داروا بدقدقين والنضاضر تيقول له وحنا بغينا نمشيو للخارج ونخدموا في الخارج، ودار لي 4 المليون و80,000، وقال لي 4 مليون غنعطيها الناس، وانا عطيني ندور معايا عطيته 80,000، وقال لي الاخر واش تعرف اللغه الفرنسيه؟ وتعلموها، ما نتعلموهاش، تعرف اللغه الطليانيه ونتعلموها، واش كنت غتخدم تما؟ وعطا الله ما يدار، هكا تيهضر وعطا الله ما يدار مالو، ودار عباد الله. وهذاك السيد النهار الاول بدا تيدي الناس 4 المليون، وطحن عباد الله ب 4 المليون، شويه ما كثروا عليه عباد الله، ولا تياخذ 3000 درهم 4000 درهم 5000 درهم، هو اللي كان تيضربها. وحدين تيشكيو بلا حسبه بلا حياه، وغنمشي نعض الدرك الملكي وما داروش لنا المحضر، ذاك سيروا تتجمعوا كاملين، وخاصهم يديروا لنا المحضر، زعما راه انت الطحرميه بغيتي ديرها مع الدرك الملكي، وما دير مع داك اللي قول بك وداك 4 المليون، والدرك الملكي ما خدموش معانا، والدرك الملكي خصهم يقلبوا ويجبدوا هذا السيد يعطينا فلوس، الدرك الملكي شاد في الدرك الملكي، الدرك الملكي ما عندهم ما يعطوك، الدرك الملكي كل لقيتي شي درك مطور ويدير لك بانه بغيتي تحرق يلا، وهذاك عمل غير شرعي، وانت تقولها بغيت نحرق، الدرك الملكي يمشيو يقلبوا عليه، يمشيو يقلبوا عليه الدرك الملكي، انا كنت تحسب لي داك 4 المليون تعطيها ليه. والغريب في الامر هاد الناس هادو ماشي شي شباب والكبار 50 عام و60 عام وعطى 4 المليون، 60 عام وعطى 4 المليون، وبغينا نمشيو للطاليان، تيقول اش هي خدمتك؟ ونخدموا في الفلاحه ونخدموا في كل شيء، وانت راك فلاح هنايا، خاف فلاح هنايا، واش هنا بحال تما ولا؟ وحنا بغينا نخرجوا، وضربهم مارس دا اكثر من مليار نضربهم. ونهار غيتشد دبات نقولها لكم من هذه القناه ديالي، شتي هذاك اللي دا لكم ديك 4 المليون و300 الف فرانك و400 الف فرانك، نهار تشد انا ما غادي لكم حتى ريال، انا عمري ما شتي واحد حراك شديناه وجبناه تيحرق الناس وجبنا الضحايا وبقى تيرد لهم، مشات الفلوس، مشات الفلوس، مشات فلوسكم مشات، وغيتشد وغيضرب واحد 3 سنين ومشات لكم فلوس. اللي تيتبعوا هذا الشيء تيقلبوا على الربح، وهنا تجيك الكلمه ديال طماع ما تيهلكو غير الكذاب، اللي تيطمع في حاجه ماشي ديالو تيتصيد مع الكذاب. هاد الحلقه لنا ديال اليوم ديال واحد السيد لا جينا نشوفو هو طمع شويه طمع، ولكن طاح بواحد كذاب خطير، طاح بواحد نصاب خطير، والداري ديالو تحت ذريعه النصب والاحتيال والسحر والشعوذه، واستطاع مع ان ذاك الراجل كان اتقي الله وكان راجل دار فلوسه على كتافه، ولكن بغى ياخذ اكثر من داك الشيء اللي عطاه الله، ودخل في الشعوذه بلا ما يشعر، تلقى راسو ضحيه ديالها. واحد الناس كانوا تيجلسوا في واحد القهوه، 2 رجال صحاب بيع شرايه، تيبيعوا ويشروا في الخضره بالجمله، تيبيعوا ويشروا في القطاني بالجمله، لاباس عليهم ما خاصهم حتى شي خير، عندهم املاك وعندهم اراضي. السيد ديالنا حنا اللي وقع عليه الواقع غنسميوه الحاج، صاحبو غنسميوه صاحب الحاج، والشخص الثالث نقول الشخص الثالث اللي يجي عندهم سميوه الشخص الثالث باش ما نتلفوش شيء. هذاك الحاج كما قلنا تاجر بالخضره بالجمله، عنده اراضي فلاحيه تيفلح فيها الخضره، تيجيب لك الخضره ديالو السوق الجمله لكري تيبيعها، معروف راجل ما خاصو خير، وكان راجل مزيان وكان راجل محسن، راجل متقي الله، وتعرف مع داك صاحبه في الحرفه كما تنقولوا، داك صاحب الحاج اللي غنسميو صاحب الحاج تعرف معاه، تعرفوا في الحرفه نيت، هذاك تا هو تيدير كروسيست تيبيع ويشري بالجمله، تعرفوا بعضياتهم. واحد النهار داك صاحبو جاب معاه واحد السيد ثالث شاب لابس مزيان نقي، جا جلسوا معاه وجلسوا مع الحاج. المره الاولى
قال لي صاحبي. المره الثانيه قال لي صاحبي. بقات يجيو تتلاقاو في القهوه تيجي مع داك السيد. واحد النهار الحاج سولو قال لي اش تيدير داك صاحبك؟ كان غير هو وياه. قال لي شنو خدمتو داك صاحبك؟ شنو تيدير؟ قال لي اودي بيني وبينك هذاك فقيه. واخا شتي قلت هكاك، هذاك راه قاري 60 حزب كامله، وقاري الدمياطي، وقاري كاع داك الشيء ديال الجن. هذاك السيد هذاك وتيمشي للخليج وتيخدم في الخليج، دول الخليج كلهم تيعرفوه، وتيخدم في اوروبا. ولكن داك الشيء عنده صحيح، داك الشيء عنده واعر، انا شفتو بعيني. داك الشيء اللي عنده واعر بالمعقول. هذاك الحاج دار الغلطه اللي غلطها في حياته، وقال لي عرفنا عليه مزيان ونتعرفوا عليه مزيان ونشوفوا شنو في راسو. قال لي مرحبا، ملي يكون هنايا نقول له راه السيد بغا يتعرف عليك وبغا يعرف شنو ديالو هذا وهذا. فعلا واحد النهار تلاقاو، وجا داك صاحب الحاج وداك اللي هضرنا عليه داك الشاب نسميوه الشاب. جا داك الشاب لانه هو كان شاب نيتو صغير، جا جلس معاه. وداك الحاج سولو قال لي الشريف ايوا ما وريتيناش خدمتك، ما هضرتيش معنا، ما تكلمتيش معنا. قال لي ودي انا من حماة القران، انا من حماة القران، وانا تنداوي بالقران، انا تنداوي السحر والثقاف واللي ما عندوش غير قبول. وانا سيدي من الخدمات ديالي تمشي للخليج، انا رجل من الناس تيجبدوا الكنوز القديمه بحال مصر، تمشي عند الناس للصعيد، وفي كاين الدواوير اللي مجاورين الاهرامات، وكاين الناس تما ساكنين فوق دوك الاثارات ديال الفراعنه ديال بكري، فوق منهم ساكنين وما عارفينش اش واقع، وتمشيو عندهم وتنخدموا داكشي اللي علمنا الكتاب والسنه، وتنجبدوا داك الكنوز اللي مخبيين لتحت، وتعطونا شي بركه، وتعطوا للدوله شي بركه الا ساقوا الخبر، وتنجيو في حالنا هادشي باش عايش. قال لي شوفنا حنا لك هادشي قبول، ويكون عندنا حنا شي سحور الله يحفظ، يكون درنا شي واحد، راه بعض المرات تنشوف شي حوايج شي بيعه وشريه تيوقع فيها العكس، الله يستر. وقال لي الشريف خصني نهزيك الخط، انا ما ندير حتى شي حاجه، نهزيك الخط. هو واحد قال لي راك مخبي عليك حتى صاحبك. هذا السيد كان عنده واحد العكس، وجاب الله التيسير، ها هو سولو. هذاك صاحبو تا هو على نيته، كان تعرف مع هذاك، وشي مرة تعرف معاه عرفوا بشي واحد اخر، وقال لي راه وقع لي شي عكس في البيع والشراء. والاخر تا هو قال لي اودي راه بصراحه انا باش نقولها لك، انت تبغي تدخل في هذا الشيء، راه كان واقع لي عكس، ماشي ما وقعش لي، واقع لي العكس، وحيد لي هذا العكس، بقات الصداقه بيناتنا. وهذا السيد قال لي راه ماشي طماع الصراحه، راجل فقيه وهذا وبديالو عنده ملكو، عنده راه ولد البلاد، راه ولد البلاد ديالي. قال لي السيد سيدي ورينا اش كاين. قال لي غدا ان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله، ونجيب معايا المسائل ديالي، ونجيب معايا التسابيح الخاص ديالي، ونشوف لك اسيدي عندك شي حاجه خايبه ولا هادي ولا هادي. فعلا تلاقاو وداك الحاج داهم لدارو، اي دا صاحبو والفقيه، حنا نسميو الفقيه دابا، حسن نسميو الفقيه. دا الفقيه لدارو، جلسوا في الدار. هذاك السيد جبد واحد الكاتالوج ديال التصاور ديالو في البدايه، جلس معاهم لما تعشاو، جبد واحد الكاتالوج تيقول لي شوف هذا الكنز هذا راه في مصر، ها هما المصريين واقفين معايا تيدور التصويره، هذه راه في سوريا، هذو راه سوريين. عرفتي شكون هذا؟ هذا هو العمده ديال كذا، ديال العاصمه السوريه. هذه راه في العراق، هذا راه جنرال عراقي، هذا راه كان عنده الكنز في الدار، ما كان يستقبل الخبر، وخرجنا الكنز، ها هو مصورته، ها هو الكنز شتيه، هذا راه كله دابو ديامون من بكري وكذا وكذا والياقوت وهذا الشيء. هذه يا سيدي بلاتي نشوف هذه فين درناها، تيقلب تصور، اييه هذه راها في مصر، هذه هاي هنا حتى الاهرامات. تيجبد لي تصور، تيوريني تصور في واحد الكتالوج فيه مصر، فين كذا في سوريا، في هذه راه في باريس، واحد المرة هذه راه في كذا. الاخر قال لي ودرتي شي مليه كذا؟ قال لي عندي الملك ديالي الحمد لله، عندي فلوس الحلال، حتى تيشدوا الرزق ديالهم وتيعطوني حقي. داير اراضي في البلاد، هذا هو تعرفني الحاجه معاود لي كلشي، داير اراضي ديالي، داير بهيمات ديالي، ما خاصني حتى شي خير الحمد لله، حتى شي خير. المراه ما بغاش تحمد الله وما ولدتش معاها، درت لها واحد الارض ديالها ودرت لها دار، قلت لها الله يعاونك، وتزوجت راسي صراحه. قال
من سنه وقال لي ونشوف لك الحاج انت اش عندك. حط لي داكشي قدامه وبقى تيخطط. قال لي الحاج، قال لي نعم. قال لي عندك شي دار اخرى من غير هذه؟ قال لي عندي. فين كاينه هاد الدار؟ قال لي كاينه في سلا. هاد الدار شحال فيها من ايطاج؟ قال لي فيها 3 ديال زيطاج بحال داري، حيت هو دارو فيها 3 ديال زيطاج اللي فين داهم وعنده الكراجات لتحت. مزيان. عندك شي اراضي؟ قال لي عندي ارض. فين كاين هاد الاراضي؟ قال لي اودي راه عندي 2 في دكاله، عندي ارض بلاد ديال الفلاحه شركه، وعندي في تماره ارض، وعندي هنايا. قال لي هنا فين كاينه؟ قال لي اودي هنا كاينه هنا في المدينه، خارج المدينه، ارض تا هي فلاحيه جرده، دير فيها الخضره، دير فيها هادشي. زيد نعسها ليا مزيان. قال لي ها فين كاينه، ها فين كاينه، ها فين كاينه. الاخر ساكن في هذه المدينه وتعرف المدينه مزيان، وتعرف دوك الاراضي اللي جاو بجنب المدينه، وبقى تاخذ منه معلومات هذيك الارض. هو قال لي اش غدير الحاج؟ دابا انا جمعت معلومات من عندك وانا تنكتبها هنايا، وكتبت سميت تمك وسميت باك وفوقها زدتي، وهذا الشيء مهم ليا. دابا غتعطيني واحد قالب السكر تجيبو ليا، دابا جيبو لي هنا دابا. قال لي واخا مشى جابوه. بقى تيكتب في داك القالب السكر، تيكتب. وقال لي اودي هاد القالب هو غنغطيه بواحد الزيف خضر، ما جبدو شيء، وخلي عندك هنا في الدار، وانا من واحد 3 ايام، لابد من 3 ايام غنكون عندك هنايا باش نشوفوا اش غيعطي لك القالب السكر. لان موالين المكان بغاو الحلاوه. موالين المكان يعني موالين المكان هي الكلمه عند العاميه عندنا. موالين المكان هما الجنون، هما الشياطين، هما اللي ساكنين معنا في الدار، هما كذا هما كذا هما كذا، كما تيقولوا الناس موالين المكان. قال لي واخا سيدي. تعشى مع داك السيد، مشى في حالته عادي، عنده سيارته مشى فيها عادي. داز 3 ايام، جا عنده بوحدو، وجا عنده على غفله، وجا عنده لدارو في الليل، ودق عليه. قال لي بغيت نهضر معاك فواحد الهضره، غادي ندخل لعندك وتجبد لي هذاك القالب السكر وغنقول لك كلامك. قال لي واخا. دخلوا، مع انه السيد تيقول كان ناعس فاش دق عليه. دخلوا لدارو، جبدوا قالب السكر، الراه بقى تيشوف فيه. قال ليه ها انت شتي الكتابه اللي كتبنا، ها هي تمحات من هنا وتمحات من هنا وتمحات من هنا وتمحات من هنا، وهذا بقات، هذه تفسر لنا. اذا داك السيد شد داك القالب السكر وكتب فيه شي كتابه بالمداد. واش كانوا عنده كما تيقول هو 3 دوايات، كل دوايه تيكتب منها في جهه، وفي الاخر تبين بانه داك القالب بقات غير واحد الجهه مكتوبه بشي ماده ولا يعلم الله، ولكن حنا جايين في سياق الكلام. قال لي اول ما غنقول لك هذا الشيء اللي غنعاود لك خصو يبقى بيني وبينك، الا دخلت الثالث بيناتنا كلشي مشى. قال لي صاحبك انا راه حيدني العكس، وكنت نمشي معاه وكنت نجري معاه وكذا وكذا، ديما بجنبو. قالها لك؟ قال لي لا. عاودها لك؟ قال لي لا. قال لي انا وصيته باش ما يكونش الثالث بيناتنا، وقت حتى نهار يجيب الله التيسير وتحل مشاكلك وتحيد العكس، عاد ديك الساعه قولها. وراه قالها لك حتى ديك النهار بجنبي حتى كمل كل شيء. قال لي عندك الصحه سيدي. قال لي ان هاد الهضره ما يسمعها حتى شي واحد، ولا صاحبك ولا مرتك ولا ولادك ولا اي شي حاجه. راني غنعرف كي هضرتي مع شي واحد، غنعرف بان العمليه خسرت، غنعرفها بخير العمل. نقول لك اودي راه خسرتي. اذا الله يعطيك الصحه، خليها جي تنكملوا. الاخر قسم لي فمو بالله، قال لي والله سيدي ما يسمعها مني تماما. حتى صاحبك المجي ديالي والمشي ديالي والجلس معاك والهضره معاك والكلام معاك ما تقولهاش ليه. اذا قال لك فين الشريف قول لي راه دار معايا وما جاش، راه دار معايا وما جاش، راه جا ومشى. قال لي خليها هكا. وانا حتى داك جلوس معاكم في القهوه ما نبقاش نجلس، لانه غنقول لي غنسافر. انا نقول لي غنسافر، ويبقى هذا اللقاء ديالنا بيني وبينك سر فيه، ماشي عليا وماشي عليك، لا على دوك موالين المكان راه ما تيبغيوش هذا الشيء هذا. انت تهضر معاك. قال لي واخا. قال لي وداك القلب راه غنديه معايا، دابا غنديه معايا. قال لي سيدي ديه معاك. قال لي من هنا 7 ايام غنجي عندك، كيما جا في القلب مكتوب من هنا 7 ايام غنجي عندك. قال لي واخا سيدي. دازت 7 ايام جا عنده. قال لي يلا هذيك الارض الفلاحيه ديالك. قال لي واخا.
هز داك القالب وحطو قدامه في الطوموبيل فوق حدا الدجاجه، حطو واقف كما تيقول السيد، والسيد راكب معاه وبقى صايق غادي. الاخر قال لي فين غادي؟ قال لي غادي الارض ديالك. واحد الوقت داك السيد قال لي واه دور معنا، قال لي لا لا لا، راه تكتب داك الشيء قدامي في القلب، هو اللي غيبين لنا الطريق فين كاينه، بحال الجي بي اس. بقى غادي وتيشوف داك القالب وتيقرا وتيوقف وتيبقى يشوف وتيقرا، وغادي توقف في الارض ديال داك السيد. إذن داك السيد كانت عنده شويه مفاجاه بان السيد وصل ليه الارض بلا ما يوريها ليه، ونسى بانه فاش كان عنده في الدار كان تيطلب ليه تيقول فين جات بالضبط بلا ما وراها ليه. وقفوا قدام ديك الارض ديالو، قال لي وريني واحد البلاصه فيها واحد الرمل مهزوزه عندك هنايا، من نهار شتي الارض وهي مهزوزه، واحد الارض عندك مهزوزه. هاد نقولوا هاد الجرده او هاد الفيرمه عندك مقاده ان هي جرده كبيره، ماشي نقولوا فيرمه، جرده كبيره فيها الخضره وفيها داكشي. تعرفوا الجرده ديال الناس الخضراء تعرفوا معنى الجرده. قال لي ولكن عندها واحد الارض مطلع شويه، ولكن الارض ماشي دار هاد الانسان حط تما شرب ولا شي حاجه، لا لقيتيها هكاك وفيها شي شجر وشي حاجه عاليه. قال لي ها هي هنايا، قال لي وريها لي. بقى حتى وصل لها قال لي هي هذه اللي بغيت. بقى تيجبد شي كتوبه حطهم قدامه في واحد المجمر صغير تما، بقى تيشعلهم. قال لي هي هذه الارض. قال لي شري بغيت نهضر معاك. قال لي ايه. قال لي واحد الكنز عليها تهزت هذه الارض باش تخبيه. هذه الارض مهزوزه، هما اللي كنهزوها باش تخبي كنز لتحت، واخا تجيب 100 تراكس باش تحفر ما توصلش ليه، ونقدر نحفروا غير بالا ونوصلوا ليه، غير بالا صغيره ونوصلوا ليه الا درنا داكشي اللي خاص. ولكن باش غادي تحفر راسك ولا غادي يجيب اللي بغيت تجيب، والله راه وصلتي ليه. قال لي عرفتي اش خصنا نديرو دابا؟ خصنا نجبدو هذا الكنز، وهذا الكنز واحد 30 ولا 40 ياقوته كاينه هنا محطوطه، ولكن الحاجه اللي هي واعره ديالها وخايبه ان مقابلها عائله كامله، عائله ديال الجن، اي الجن ومراته و7 ولادو عليها حارسين. والجن من تيكون حارس شي كنز عندهم منفعه بداك الكنز كان حارسو، غير كان حارسو راه تيستافد منه. هذا عالم الجن قال لي ما كانش نهضر معاك به، لان ديما الجن حاضر الكنوز، وما تي الجن تيحضر الكنوز غير هكاك، لا تيكون عندهم منفعه بداك الشيء، والعالم ديالهم هذاك ما نقدروش ندخلوا فيه، ما نقدروش نعرفوا اش تياكلوا اش تيشربوا اش تيديروا، ولكن كل واحد عنده كنز تيحضيه وتيقابلوا، وهذاك هو رزقه. كيفاش؟ قال لي الله اعلم، انا فقيه ما عرفش، انا ما عرفش، وحتى الفقهاء ما تيعرفوش علاش الكنوز ديما حاضر من الجن وحاضر من الشياطين، علاش؟ انا ما عرفش. واش نكذب عليك؟ تيخرج عيني بداك الحاجه، تيقول واش تكذب عليك؟ تيقول لي لا ما عرفش. ولكن هادشي خصك تخرجوا. دابا الله يعطيك الصحه، الخط اللي هزيت وبين لي هادشي هنا، بين لي كيفاش غنخرجوه. ودابا خصني نمشي للصحراء، لابد ما نمشي للصحراء بيديا. خصني نمشي حتى للسماره ونمشي للصحراء، وعندي شي حاجه غنجيبها من الصحراء ما كاين غير في الصحراء. هادوك الناس اللي تكونوا في افريقيا وداخل في افريقيا هما اللي تيجيبوا دوك المواد وتيبيعوهم في الصحراء، في سماره، تيبيعوهم في الداخله، تيبيعوهم في كلميم، تيبيعوهم في ديك المنطقه. هادشي تيدوز من تحتها، حتى واحد ما عرفو حنا طلبه حامله القران راه تعرفوا هادشي هذا. راه كاينه ماده تجيبها من البحر، وماده تجيبها من الغابه، وماده تجيبها من الخلا، ولكن كاين بعض المواد تجيبهم من الصحراء، وكاين بعض المواد والله ما مشيتي للبلاد ديال الثلج والثلوجه تلجتيها. الاخر تيصنت، هو قال لي انا غنمشي، غادي نسافر على ودك. دابا راك عارف، والله كيما قال الشيف، راه خصني شي امانه نديها معايا. اولا باش غنسافر بطوموبيلتي، ولا ما لقيتش تما غنتحول لجهه اخرى، ولا غندور حتى نلقاها. نقولها لك راه ماشي سهله عندي، راه عندي واحد 15 يوم ولا 10 ايام ديال الجري، ولا جاب الله التيسير في 3 ايام يجيب الله التيسير، الله اعلم. ماشي انا غنمشي نحط عليه يديا. دابا عطيني شي حاجه. قال لي شنو نعطيك؟ اودي راه غير اللي بغيتي، غير واحد 20,000 درهم بعدا نديروها. هذا هو. عطاه 2 المليون. مشى داك السيد وغبر مشى، ولكن في الاخر تعيط ليه من الداخله،
تليفون. اولا تعيط ليه تيقول لي عرفتي انا فين؟ نعم تا انا فين. تيصوريه الداخله مكتوبه في الدخله د المدينه، تيصوريه المدينه. اذا كنت لاباس بخير فيديو لاباس، انا خدام تنقلب داي معايا، تيقول الله يجيب الله التيسير. تيدوز واحد 4 ايام تيقول له واش عرفتي انا فين؟ تيقول له فين؟ راني في قلميم. ورجعتي لقلميم؟ ها انت دخلت قلميم، ها انا حداها انا حداها. تيصوريه بصح بانه في قلميم، تيصوريه ديك دخلت المدينه. تعرفوا ذاك التحديد ديال السرعه دخلت المدينه بحال ديك 40 40 60 وكذا 60 تيصورها ليه. ها انا فين؟ ادعي معايا الله يجيب لك التيسير. شويه قال لي الحاج، قال لي نعم صيفط لي شي فلوس، صيفطهم لي، صيفط لي فلوس في ديك المؤسسه ديال الفلوس، صيفطها في وسيل انيو، صيفطها شنو ما بغيتي، صيفطها لي رانا في قلميم، صيفطهم لي شحال بغيتي، صيفط لي 3 مليون، صيفطها لي حالا. الاخر صيفط لي ديك الفلوس، صيفطها لي. جا واحد نهار السيد جاي مع شي مواد، جا عنده قال لي لقيت داكشي اللي بغيت، جاي مع شي مواد غريبه كما تيقولوا هو ماشي عشوب ولكن داكشي غير مفهوم، رؤوس ديال الافاعي يابسه، عندما تيقول هادو انياب ديال افاعي اخرى افريقيه، هذا كذا كذا، هادو جلود ديال الحيوانات. جاب لي داكشي حطو قدامه في الصندوق، قال لي شتي شحال تيطلبوا ديال الثمره صحاب البخور ديالنا في المغرب، غنمشيو نجيبو الجاوي ونجيبو الجاوي المكاوي مع داك الخربيق. هادشي واعر، هادشي واعر تيجي من داخل افريقيا. هادشي هذا باش تيجيبوه من الهند، تيجيبوه من كذا وكذا وكذا. هادشي راه فيه الخدمه. دابا عرفتي اش غدير؟ دابا غتشوف ليا واحد المجمر ديال النحاس، توجدوا ليا مجمر ديال النحاس تيكون جديد، ما عمرو دار فيه الفخر وما عمرو دار فيه شي حاجه، وغتوجدوا لي، ما توجدوا عيط عليا. الحاج داكشي اللي دار كما تيقول، مشى على سادو وعدو حتى الفاس، مشى مجمر ديال النحاس كما قال الاخر يكون عالي واقف على رجليه، كما تشوفوا دوك المجامر ديال النحاس اللي في الصناعه التقليديه. جابوا ليه ودار معاه، قال لي مع 12 الليل نمشيو انا وياك لديك الجرده ديالك، لديك الكديه اللي في الجرده، باش نتوكلوا على الله ونبداو الخدمه ديالنا. 12 الليل مشى، قال لي بحجه علاش انا تنقول هاد النقاط، غنقول لكم علاش في الاخر كيفاش عرفت هاد النقاط بالضبط حسب ما جاء في المسطره. قال لي لانه، وتنشكر العميد اللي دار هاد المسطره هادي، ونقول لكم سميتو في الاخر العميد، لان هادشي كله داز في المدينه وانا خدام فيها مع عميد خدام معاه، خد التقاعد ديالو مع ناس اللي باقيين خدامين يخدموا هاد لافير هادي. هاد المسطره هادي وتنذكرها لانه اللي كتبها او الناس اللي كتبوها لاصدقاء ديالي كنكتبوها بواحد الطريقه. علاش تنقول لكم كلمه بكلمه؟ لما مشى معاه هذاك السيد ومشى معاه هذيك الجرده وديك الفيرما وشعل داك البخور تما في داك الليل، وزند داك المجمر وقال لي شعلو بيدك انت وصوت عليه انت حتى يولي جمر. وبقى داك الحاج شعل داك الفخر وتيصوت عليه مسكين حتى ولا كله جمر. تيقول لي باقا هاد البلاصه كحله، باقا هاد بلاصه كحله ما يبغيوهاش، باقا هاد بلاصه كحله ما يبغيوهاش، كانها عمليه ديال غادي يطلقوا شي صاروخ باكل تكون شي اغلاط، ما تكونش شي غلطه ولا صغيره بحال كانافيرال. وبقى السيد تيصوب مع داكشي، وفي الاخر جبد البخور ديالو وحطو وجبد واحد الباله صغيره وجبد واحد الفاس صغير من نحاس، قال لي هادو راه من نحاس، وبقى تيبخرهم ودار بانه دخل بواحد لاطرونس كما تنقولوا فرنساوي، دخل بواحد بحال الحضره، بقى الراجل تيتحرك وتيدير بعض الحركات وبحال هذوك ضروه في يدو دوك السباز داكشي، وبدا تيحفر. واحد الوقت هو تخرج العافيه من يدو، خرجت العافيه من يدو تلحى عمر ما داكشي كله، وطفات ديك العافيه بقات تطفي وطفات. هو يجمع داكشي، قال لي الحاج، قال لي نعم، قال لي اخويا هادشي واعر. الحاج من شاف العافيه خرجت من يدو هو تيحفر، الحاج وراه تبات لي العافيه خرجت والاخر طفعها. قال الحاج كنا غنتحرقوا انا ولا انت. هذاك الماء اللي جبنا في الغلاي، جاب واحد الغلاي ديال النحاس فين ما قالت فيه ديك العافيه، هز هادشي يلاه نمشيو. مشى مع لدارو وطاح ليه في الدار تما، وبقى تيولي ريا الماء وتيكب الماء على وجهو راسو. الحاج شد الخلعه ولادو الفوق ما بغا حتى واحد يهبط، تيمسح عليه العرق، قال لي حفظنا الله.
حفظنا الله حفظنا الله حفظنا الله. قال لي باش خليني تنشوف الحاج، انا خصني نعاود الخط نعاود كل شيء، خليني تنشوف راك شتي على عينيك العافيه خرجت. قال لي اذا العافيه من خرجت من يدو، لا الحاج لا انا لا الاخر العافيه خرجت من يد، تيبقى الواحد ما بين الشك واليقين، ولكن تيتجر اليقين اكثر من الشك. العافيه خرجت من يدو، العافيه بحال شي دري صغير لما تيشوف دوك اللي تيكبوا ليسانس او الغاز فمهم والعافيه شعله كتيديروا تطفى العافيه، تيبان لي العافيه خرج من فمه. اما بالنسبه للمخ ديال الدري الصغير تيبان لي داك الراجل خرج العافيه من فمه، ماشي تدفع غير داك الليسانس اللي خرج، تتبان لي ما تيردش باله بان الليسانس خرج من فمه، كنت تيبان لي العافيه خرج من فمه. لا سولتي دري صغير يقول لك خرج بابا تيخرج العافيه من فمه. شي اللي وقع للحاج الاخر سخف بحجه بانه كانوا بغاو يضربوه. قال لي كانوا غيقتلوني الحاج، يدي ناس تاليه الحاج، يدي ناس تاليه هذه كتنعفر بها ناس تاليه، جيب شي حاجه حزم لي يدو صافي خليني نمشي. ابات انا لا الحاج لا نمشي انا الدار ديالي كلها ديال لها الرصد وكلها محروسه، هنا غادي ناكلها. الحاج نوضو طلعوا الطوموبيل ديمارا، قال لي خلي داكشي في الكراج، ما تجبد حتى حاجه، ما تبين حتى حاجه، الله يعطيك الصحه. مشى تيقول الحاج ديك الليله لم اذق طعم النوم، ما نعش الحاج ديك الليله مسكين، ما نعش. تيقول بانه بقيت نخمم ونط تيصلي وتيطلب الله وتيقول يا ربي السلامه، يا ربي كذا ربي كذا. داز واحد اليومين جا عنده داك السيد عيط عليه، قال لي انا جاي عنده في الليل، قال لي عرفتي دابا فين وحنا؟ قال لي فاش؟ قال لي خصنا نكملوا، لما كملناش حنا جبدناهم، ومن جبدناهم راه غيطبوا فينا. الحاج راه يقتلونا لا لا انت خصنا نكملوا. قال لي واش غنديروا؟ قال لي عليا بالرجوع، نرجع للصحراء وغنمشي في واحد الشريف تما في الصحراء وغنستأصل معاه وهذا الشيء راه في مالي وغنعيط عليه. انا ما نقدرش ندخل لمالي وغنعيط عليه، الناس صحتي تركات مع الضربه اللي ضربوني، وراك شتي اش وقع ليا. غنعيط عليه باش يجي عندي ونتلاقاو في قلميم ونهضر انا وياه، لان عنده العائله في قلميم، راني علمت هو المهم غادي نتلاقاو في قلميم. الله يعطيك الصحه الحاج، انا ما شوف دابا الله يرحم باك، انا غنمشي عنده، وداك السيد هذا غيطلب ليا لانه عارف هو راه مطور، يعرف بان وصلنا للكنز اللي بغينا وراه مطمع. نعطيه واحد 20,000 درهم 1 مليون ونجيب من عنده داكشي اللي غنجيب. رانا شرحت ليه وهضرت معاه بالتليفون وعاودت ليه كل شيء، وهذا خليني. قال لي نمشي معاك، قال لي لا ما تمشي معايا، ما نمشي معاك، الله يعطيك الصحه الحاج، خليني نمشي لشغلي. عطاه 4 المليون ومشى، وعيط ليه من قلميم وقال لي انا في لوطيل تنسنى الحاج، ها هو لوطيل وراه تنسنى الحاج، تنسنى داك الشريف اللي غيجي عندي من مالي. من بعد قال لي راه جاي عندي، وبين لي واحد الصوره ديال واحد جالس معاه راجل دوبي شرا سمراء ما نقولش كحله، وجالس معاه بداك اللبس ديال مالي، بداو جالسوا وياه. قال لي راه هذا هو صاحب الصوره، هو الشريف اللي جاب لي داك الشيء، راه جاب لي، ولكن اش غنقول لك، راه دار فيا. وقال لي واش هاد السلعه ديال 2 مليون، قال لي واش تضحك عليا؟ واش انا جايب سلعه؟ قال لي 5000 كيلومتر في الصحاري وفي كذا، مره في السياره، مره على الجمل، مره على كذا. انا كل ما كانوا الناس غندير لهم السلعه هنا للدار البيضاء وطنجه وكذا، والله ما نجيبها لك، ولكن تضحك عليا ب2 مليون. قال لي راه غسلني هذا السيد هذا، راه غسلني. قال لي واش في التعيد زدتو داكشي كاع اللي عطيتيني زدتو ليه، وبقيت انا عرض الصوره تيسالني. دابا انا غنجيب داكشي ولكن نعطيوه ديالو الحاج، نعطيوه ديالو. قال لي سيدي غيجيب داكشي واجي. جا عاوتاني من جديد، جايب بعض الحوايج عاوتاني غير مفهومه، هذه في قرعه، هذه مستده في رسمه، هذه في كذا، هذه في كذا. ودا عاوتاني وقال لي عاوتاني يلاه هز داك المجمر رجعوا لعين المكان. هز المجمر ومشى لعين المكان، وشعلوا المجمر كالعاده، وبدا تيحفر كالعاده، وخشتي العافيه من يدو بجوج، عاد ما تخرج من يدو وحده من يدو بجوج، راه ما داكشي بقات العافيه شاعله في يدو بجوج، وبقات تطفيها. تيقول لي كب عليا الماء بارد. دار فيه قال لي الحاج، قال لي نعم، بغيت هادشي غنهزوه لدارك، ما يبقاش هنا. راه قالها لي الاخر، قال لي لا عاود شادت لك العافيه 2 مرات، راه يتحاموا عليك كاملين، الجن ومرتو وولادو غنديوه،
راه ما يقدوش ما يتبعونا تما، راه ما يقدوش يتبعونا. هادشي غندوه لك الدار ندوه للدار، صافي غندوه للدار. قال لي صلاتو على النبي. اتفقوا على هادشي هذا وهزوا داكشي داو للدار. كيما قلت لكم سولو قال لي شحال، قال لي شكون اللي ساكن الفوق؟ قال لي ولادي. قال لي ولادك الا كانوا ساكنين في الطابق الاول ولا الطابق الثاني يطلعوا للطابق الفوقاني، وحنا عطينا الملأ، عطينا الكراج، وفي 12 الليل غدير العمليه، وفرشنا فين نجلسوا انا وياك، وفرشنا في غتكون شي الاخر خليه غير السخاوي، وغنبداو نخدموا تما. قال لي وغتوجد لي واحد الخابيه ديال الماء كبيره، خابيه، وتمشي تشري الكفن، وغتمشي عند مول التوب اللي تيبيع الكفن، وقول لي عطيني الكفن، وغتجيب 7 متر ديال الكفن غتجيبها من عنده. هادشي اللي طالع ليا هنايا. الاخر مسكين لا سعدو والو، مشى شرا خابيه واشترى الكفن، 7 متر ديال الكفن، وجابهم للدار. الاخر جا وكان ديما تيهز معاه واحد الكارطابل، الاخر ديما تيهز معاه الكارطابل ديالو، تيهز مع داك الكارطابل، وجا الاخر وجاب لك العشوب داك الكارطابل ودخل وقال الاخر جلس، ولكن اسكت. والوقت اللي نقول لك خرج، والوقت اللي نقول لك دخل. ولكن قال لي توضى، خاصك تتوضى وتصلي 2 ركعات نصليهم انا وياك باش ينفعنا القران ونفعنا الوضوء. ومن نقول لك خرج ومن نقول لك دخل. كان عنده داك الحاج ما بين كراج والكراج كان باب، تيقول لي من نقول لك خرج للكراج الاخر، من نقول لك دخل عندي. قال لي واخا. بدا الاخر تيتبخر، وبدا تيحيد حوايجو حتى ولا الصدر ديالو من الفوق ما لابس والو، عريان، وبقى تيشد داك الماء اللي في المقراج ودار فيه شي عشوب وداك الشيء وسخنو وبقى تيخويهم عليه. والحاج كثروا عنده الدخاخ تما، ومره تيقول لي تيخرج الحاج وتيبقى يغوت ويهضر ويتكلم، تيقول الحاج دخل، تيدخل الحاج تيقول لي جلس، وتيدخل تيلقى الحاج عرقان والعرق تيسيل منه، وهو تيمسح بداك الشيء. حتى لواحد الوقت مشى ديك الخابيه وتيطلع عليها مره تيقول الحاج اجي طلع على الخابيه بعيده. الحاج تيطلع على الخابيه تيقول لي هو يمكن تيقول سير تيخرج، تيقول لي الحاج اجي طلع على الخابيه، تيطل تيعاود يقول لي اشكي، تيقول لي عييت الحاج، تيبقى يدير في البخور. الحاج طلع على الخابيه، واحد الوقت قال لي طلع على الخابيه هذه المره السابعه، طلع على الخابيه هذه المره السابعه تطلع عليها، قول هذه المره السابعه، تقول هذه المره السابعه، قول بينوا لي اش عندكم، تقول لي بين اش عندكم. قال لي طل، هو يطل، تيشوف الحاج هذاك الكفن ولا مغطي، داخل وسط الخابيه ووسط منه كواري مذهبين تيلمعوا مع داك الدخان تيلمعوا. قال لي شفتي؟ قال لي شفتي كاين شي حاجه تما؟ قال كاين. قال لي شنو كاين؟ قال الكفن شنو فيه؟ قال لي هادشي تيبرك هنايا، سد خرج بحالك. هو خرج من بعد جا عند الحاج، قال لي الحاج، قال لي نعم، قال لي شوف قال لي ما كاين والو، قال لي الصلاه والنبي على سلامتنا الحاج، على سلامتنا. شتي قبيله هذاك الشيء اللي شتي؟ شنو شفتي؟ هذاك هو الياقوت اللي ناض عليه الصداع، هذوك هما الياقوتات اللي تما. راه كاين من 7 حتى 27 وحده اللي كاينه تما، من 7 حتى 27 ما عارفينهم واش 28 22 24، المهم من 7 27 كما تيقول ليه. هو رزيق جابو الله، واللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. دابا الحاج نقول لك واحد القضيه، انا دابا غادي نمشي، خليك الخابيه كما هي، عندك شي واحد يدخل هنا، انا غندير واحد الخط غنكتبو دابا في الارض بهذا القلم، غنكتبو باش ندور عليه حتى واحد ما يحط رجليه، حتى الوقت اللي يجي عندك الحاج. قال لي واخا. ايوا الحاج انت خويا شتي كلشي لعينيك، قال لي شتي تا مالي ضربت، شتي شحال تعذبت. ايوا الحاج دابا نكمل اخويا الاخر فلوسه، الاخر خصنا نكملو ليه 10 راه لاصقين غيدينا كلشي ولد الحرام، غيدي كلشي، نكمل ليه 10 ديالو، شي داكشي اللي عطيتو داكشي اللي عطيتيني نكمل 10 ديالو، وعطيني انا باش نجيب البخور الاخر، البخور الاخر خصني نجيب البخور الاخر، هو هذاك باش ديك البركه. اما البيع ديالو الحاج راه ما غتبيعوش في المغرب، نقولها لك هادشي ملكك، ما غتبيعوش في المغرب. انا تحاسب معايا خويا، الا جاب لك هذاك مليار 2 مليار 3 مليار هذا راه ما عنده ثمن، انا نقولها لك، ولكن غير بيك اللي غيشتري من عندك.
غادي نسافروا ونعيط لواحد السيد يهودي تيشري هذا الشيء هذا، واحد السيد يهودي ماشي هنا في باريس، غيجي يشوفوا قدامك في دارك، يجي يشوفوا ويعطي الثمن، يعطي الثمن اللي غيعطي ويعطينا فلوس، ماشي الشيك عطونك وراق ولكن تعطيني حق كيما اتفقنا. قال لي سيدي كلشي ديالك شنو بغيتي، انا اللي غنجيب السيد اللي غيشري، عندك صحاب اللي غنتفق معاه ولا كذا ولا كذا ولا كذا، غنقول ليه اعطيه غير 500 مليون ولا اعطيه غير 600 مليون، لا غنخليك انت وياه، غير نقول لك انا هذاك راه ما عنده ثمن، راه ب2 المليار راه رخيص و3 المليار راه رخيص، غنهضر معاك وما تعرفوا لي حنا ما عندنا فين نبيعوه هنايا. قال له سيدي واخا ضل لينا، قال لي واعطيني عافاك، اعطيني فلوس. في ديك الليله استطاع باش يضرب الحاج في 25 مليون، اللي ما عطاهاش ليه في الليل كملها ليه في الصباح، مشى جابها ليه وبات عنده ديك الليله. والمصيبه الكحله قال لك بانه ديك الليله بات الفقيه ما لابس والو الا التبان ديالو السليب ديالو، وقالت الله هي دوره عطاها لي الحاج، قال لي صافي هكا خصني نبات هاد الليله هكا نعسو، انا اللي غنعس على هاد الشيء عريان، انا اللي غنعس على هاد الشيء واخا البرد، ما غنخرجش من هنا، غنبقى عساس وانت سير نعس مع ولادك. الحاج مسكين الليل كله هو تيهبط شويه تيبقى يصنت ليه من الكراج، تيصنت ليه هو جالس هو تيحاسب الحاج، الضو شعل تيحاسب راه تيتحرك وتيبقى يقرا، والحاج عياط تا ودا الفجر، ناض هو عيط على الحاج، قال لي الحاج نعم، قال لي اخويا نصلي الفجر باش نمشي في حالتي. قال لي الحاج لا خصني نكمل لك المسائل ديالك، قال لي فوقاش تكملهم لي دابا عطيتينا ماشي حتى النص وحنا وحنا هنايا، تنقول لك الجوج ديما يكونوا عندك. اسيدي الصباح مشيت للبنكه، الصباح ناض صلوا الفجر تسكى شويه، دوش داك السيد عام فطر مع باك الحاج، قال لي يلا نمشيو، داز مع الحاج دازو للبنك، خرج الفلوس اللي بغا، تيقول بانه تقريبا 25 مليون شدها من عنده، قال لي دابا اليهودي راه غيجي صلاة النبي. الحاج لما جي يحسب كما تيقول تلقى راه السيد لعب في واحد 70 مليون اللي مشات ليه. الحاج حس بانه هذه عمليه نصب واحتيال، الحاج حس بانه تيقول هذاك الكورطاب اللي عنده راه جبد منه داك الشيء ودارو في الخابيه، وداك الكفن راه خلاه ودارو في الخابيه، دارو في الكورطاب، راه جابو في الكورطاب ودا في الكورطاب، والكورطاب تنشوفو انا تيصغر وتكبر ما تيدخل فيه داك الشيء. انا تنتعرض لعمليه نصب واحتيال. هنا ما هضرش مع صاحبو الاول اللي سبب لي في هذه الحريره، هضر مع واحد الرجل عاقل مثبت، قال لي عندي واحد المشكل غنعاودها لك. قال لي شنو هي؟ قال لي انا راه الله اعلم تحت في واحد نصب واحتيال قدو قداش، واحد خينا هجدا ليا. الراجل الاخر كان مثبت، قال لي اش غدير؟ انا عندي واحد الكوميسار صاحبي في السلطه القضائيه، نمشيو عندو السلطه القضائيه ونعاودوا ليه هذا الشيء هذا ونتكلموا معاه في هذا الموضوع هذا. الحاج بعد ما طلب الخابيه الصباح فالصبحو طلع الخابيه ما لقاش داك الشيء باقي في الخابيه، قال الاخر وداك الشيء واش غاجي ودير؟ ماشي غاجي وجبد، باقي عندنا البخور الاخر هو اللي غيكون قرب يجي اليهودي، خصنا ما نجبدوه من تما نعطيوه لليهودي يديه، ماشي حنا. الحاج تيشوف ما بقى داك الياقوت، ما بقى لا كفن. داك صاحبو كان كيما قلنا منظم وراجل عارف وثابت، قال لي شوف مشيو عند واحد العميد صاحبي في الشرطه القضائيه، مشى عند هاد العميد، هاد العميد سميتو فقير مصطفى، باقي بالحياه، روطريتي صديقي. الوقت اللي كانت هاد العمليه في الشرطه القضائيه كنت انا في الشرطه القضائيه، ولكن ما كنتش في هاد المكتب معاه، كانوا معاه واحد المجموعه، دابا نذكر سميتهم، مجموعه قويه وصحيحه، دراري كابابل لعابه صحاح، دي بيجيست كانوا معاه، او تعطاو ليه في ديك العمليه، تعطاو ليه ما عندش شرطه بيجي عطاهم ليه، قال لي خذ هادو باش تخدم. عاود داك السيد العمليه كلها عاودها ليه، قال لي شوف بلاتي اتصلوا بالسيد وكيل الملك اللي هو الاستاذ شكري اللي تنحيي من هذا المنبر، اللي كان نائب الاول ديال السيد وكيل الملك مدينه قنيطره، من بعد مشى وكيل الملك في سيدي قاسم، من بعد راه الان محكمه النقد والابرام، العفو راه محكمه السيناء بالرباط،
ان لم يكن في النقد والابرام راه محكمه استئناف. سي شكري تنعرفو تيعرفني وتيعزني وتنعزو وتنشكرك السي شكري وتنحييك من هذا المنبر هذا، وغادي نطلع لك وغنشوف ونسلم عليك، لان ربما توصلك هذه الحلقه وتقول لي كذا كذا، غنسلم عليك السي شكري. كنتي راجل مخلص لوطنك وبلادك، وكنتي قاضي وكنتي ونائب وكيل الملك، كنتي وكيل الملك، فيما مشيتي خليتي واحد السمعه مزيانه واحد السمعه طيبه، والله يعاونك العمل ديالك. تنحييك. اتصل الاستاذ شكري كان النائب الاول ديال السيد وكيل الملك مدينه كوينطره، اتصل به قال لي نعم سيدي واحد السيد اش قال اش قال اش قال، قال لي السي شكري تصنت رد بالك في هذه القضيه هذه وكون رد بالك. من الحاجات الزوينه اللي كان في السي شكري، وانا كنت من الناس اللي اتصلوا به لما كنت في الشرطه القضائيه، لما تنخبروا على واحد النازله على واحد الجريمه كان تيعطيك ماشي بحال بعض النواب تيقول نعم الو وي اش عنده هذا وقفتو شوفوا معاه لا، السي شكري كان تعطل معك التليفون، تيهضر معك 20 مينوت 20 دقيقه، تيهضر معك 4 ساعه، بعض المرات ساعه الا في شي قضيه كبيره، وكيفاش درتو وشنو قلت لكم السيد وعلاش ما مشيتوش درتو هذه، كون مشيتو درتو كذا وديروا بعد هذه وديروا هذه، كان تيوجهك، كان تعطي التوجيه. وهنا تنشكر الساده القضاة التحقيق والسيد وكيل الملك اللي مع الضابطه القضائيه تيعرف راسو هو بانه هو الرئيس الاول ديالو، هو مسؤول هذيك القضيه. اما الرئيس ديالك تيبقى مثلا رئيس الشرطه القضائيه وكذا وكذا، رغم انه رئيسك ومشرف عليك تيبقى رئيس اداري. الرئيس القضائي هو ضباط الشرطه القضائيه السامون، هو وكيل الملك ونوابه، وكيل العام ونوابه، قاضي التحقيق، هادو السامون، هادو هما اللي تيوجهوك، هما اللي تتابعوك في المسطره ويقول لك دير وما ديرش وفعل وما تفعلش، اعتقل وما تعتقلش، هما اللي عندهم حق في هذا الشيء هذا. وهنا تنحيي هاد الناس هادو اللي مع الضابطه القضائيه تيشد من عندك القضيه بدم بارد ويبقى يهضر معاك. لكن كاين اللي كنا فيقناه في الليل، تنفيقوا ناس في الوحده الليل 2 الليل 3 الصباح، وتتعيط على واحد النائب ولا تعيط على واحد الوكيل وتقول له سيدي واحد القضيه، وتلقاه كانه فاق من النعاس تماما، وتجلس معك تقول شكون اللي كان معاهم، جبتو خوه جبتو صديقه، شوف ديروا هذه وديروا هذه، والاخر خليوه والاخر تصنتوا ليه. كان اللي تيوجهونا تينفعونا بداك التوجيه، تينفعك وتيخلي لك واحد مساحه فين تتصرف، واحد مجموعه ديال التعليمات، واحد ماشي ديال وسيروا شوفوا عدا ردوا عليا وسير دير لا، توجهك توجيه كبير وتلقى فين تغامر فين تمشي وكيفاش تخدم. وكان منهم السي شكري كان تعطي تعليمات طويله تيفيدنا بزاف. ولما اتصل به السي مصطفى فقير قال لي نعم سي اش كاين قال لي شوف رد بالك صوب واحد ليكيب تكون مزيانه، وهذا السيد راه خطير وراه كاين منهم بزاف بحال هاد الناس هادو اللي تيلعبوا على الكنز كما تيقولوا كذا، رد بالك وخذ معك شي ناس يكونوا في مستوى حريفيه دي بيجيست، ودير هذا الشيء اللي غنقول لك. تصنت للضحيه، دير ليه واحد المحضر اولي يقول لك كلامه كامل فيه. تصنت داك اللي جابوا النهار الاول يقول لكم انا راه فايت حي ديال عكس وكذا وكذا، ما تفلتوش، خليه حتى هو جيبوا معك حتى هو تصنتوا ليه. وديك الساعه الضحيه هو اللي غيوريكم كيفاش تلقيو على خينا القبض، ولكن لقوا عليه بحال التدبوس، لقوا عليه في دارو، الداخل في دارو، وداخل في دارو شوفوا كي تشوفوا داك الضحيه دخلكم للدار داخل، وتبقاو تصنتوا الحديث اللي دار بيناتهم والكلام اللي تيدور بيناتهم باش تكونوا شهود على ذلك في المحاضر معينه ديالكم. ماشي تجيبوه ويجي يقول لكم لا سيدي انا تنسالو فلوسي ما بيني وبين والو، هادشي تبتوا معاه. هذاك الشيء اللي داروا، تصنتوا للضحيه في واحد المحضر قانوني مفصل، صنتوا الصاحب ديالو اللي هو جابوا ليه تا هو، ولكن كانت عنده نيه مسكين هكاك، قال لي حيدك العكس تيصحابها في الصفحه ديال العكس وورا هذوك التصاور تاق بهم، لان ديما هاد النصابه مطورين على الضحيه، ديما تلقاهم الدور لا اصحاب السماوي لا اصحاب الكنز لا الشوافه لا الفقهاء، تتكون عندهم واحد التكتيك تيكون واحد ما ردش بالو يتصيد واخا يكون مطور، انهم مطورين. نعطيك مثلا شوافه تعطي لشي مرا تقول لها راجلي راه ما داهاش فيا ما ديرش فيها، تقول لها اش غدير؟ دير لي هذا في الحليب وغتشوفي. المراه تدير لي في الحليب مثلا شي حاجه تاكلها الراجل راه كاع ما تغير، ولكن المراه تيجيب لها الله وقع تغير، غير دخلوا قال لها السلام عليكم، تقول ويلي سلم عليا ما منفعش لي هذا السلام عليا، طيبتي الغداء طيب، تقول لي تبقى تسول شي اسئله اخرى كي جاك الغداء اليوم،
ومن فاش تقولها لي سولاتو تقول لها لا اليوم الغدا زوين عجبني الغدا، وتلقى تقول الله جاب الله التيسير، وتتقول لشي مرا صاحبتها يا اختي عاد ولا يسلم، عاد ولا يتغدى، عاد ولا يقول لي ماكلتك مزيانه، وهادشي كاع ما تسمعوا هي تسمعوا ديما، ما كانش عاطي اهميه، تتولي كل حرف كل جمله قالها الراجل الا بفضل ذاك الشوافه وفضل ذاك الفقير، كل معامله زوينه دارها الراجل الا بالفضل. والله عمر ذاك الراجل ما يلقى غير واحد القرعه د الريحه بحال هذه، لقاهم تيتباعوا عند شي واحد في القهوه اشترى شي وحده، ولا شوف واحد القرعه ديال العيالات تيبيعوها، ويلي جاب لي الريحه ماشي ديالو هذه وما الفاش ليه، ومسكين بغا يدير خير، بغا يمد شي كار، تا هو بغا يدير ديك الريحه نيت كبحالي انايا تندير الريحه ديال الدار، تندير ديال العيالات وديال الرجال اللي جات قدامي. واخا بعد ما شي حد يقول لهم وليدي العيالات ولا ديك العيالات كرجال تنتي تشوف صافي مزيان. هذا الشيء اللي كاين. هذاك السيد دابا خدا تعليمات مع الشرطه ومشى اتصل بالسيد وقال لي اجي عندي دابا فوقاش غيجي عندي ودي، قال لي مع في اتصال، قال له شوف كي دير هذا قال لي شوف داك الفقيه داك ديال الكلميم، قال لي انا جا عندي للدار برصني ما قنعش داك مسخوط الوالدين، قال لي زيدني، قلت له ما نزيدكش، انا والله ما نزيدكش. هذا الحديث كان تيدور ما بينه وبين ذاك الفقيه في دارو لما جا عنده في الوقت اللي الشرطه راه مخبيين داخل الدار، مخبيين تيتصنتوا لهم بجوج. جا عنده دخلوا قال لي السيد، والسيد ما درتي ليه والو، وهذاك الشيء اللي كان في الخبيه مشى، قال لي داك الشيء دا والجنون فك الله يعطيك الصحه، تيجي اليهودي عاد نجبدو الله يرحم باك، لان كيما قلت لك هذاك راه حارس ولد الجد الصغير ما بقى شاد فيه، الله يعطيك الصحه. وقال لي بعدا راه عندي مشكل انا بعدا، والله راه جيت عندك دابا عيطتي ليا، راه جا داك مسخوط الوالدين داك اللي جا من مالي، قال لك زيدوني، قلت له الفلوس كاع ديتي 10 مليون، تقول لي زيدني، قال لك زيدني، قلت له والله ما نزيدك فرانك، والله ما دي فرانك، تما عندهم يقضي صلاه على النبي، غادي نعطيه واحد 2000 درهم نعطيها لي يزيد بحال يبعد مني، جايني من تما زيدني 2 مليون، والله ما عطيه ريال، عطيه فلوس مركو شد الطياره يرجع صافي. هذا اليهودي راه غيجي هاد السيمانه. المهم غادي 41 فرين، واحد 200 فرانك نعطيه، لا تخيل يمشي بعد مني. قال لي الحاج واخا، الحاج هذا الكلام كان تيصنتوا ليه الناس مخبين ديال الشرطه اللي على راسهم السيد مصطفى فقير، وكان كيما قلت لك من الاسماء اللي غنذكر كان اللمطي، كان شتيكا، كان معاهم الناس اللي يخدموا معاهم ديك النهار هذاك، كانوا واحد 4 ديال الاخوان، وكانوا من دوك الرجال الواعرين اللي كانوا في الشرطه القضائيه لي بيجيست اللي كانوا معاه، والله 2 الاخرين ما عقلت عليهم شكون اللي كان معاه، وسولت السي مصطفى وقال لي سميتهم، ولكن مشاو ليا من بغيت ندير هذه الحلقه عاودت راجعتها مع السي مصطفى مع الاخوان، ولكن هذوك 2 الاخرين كانوا 5 في المجموع بالرئيس السي مصطفى، كانوا مخبيين تيصنتوا لي. الاخر عطاه 2000 درهم، قال لي هاك، الاخر تيسمع، قال لي انت سيدي 2000 درهم باش تعطيها، هذا ما يمشي بحاله، اقول بسم الله، ها 100 ها 200 ها 300 ها 400 500 دير فلوس في جيبك، ناخذ الفلوس جيبوا البوليس دخلوا. السلام عليكم. السلام. سلف لاباس بخير فقير، لاباس كنتم مع بوليس الشرطه القضائيه، البوليس ما كاين باس، وقف وقفوه، قلبوه جبدوا الفلوس، قال لي الفلوس اللي عطيتيه، قال لي انا اللي عطيته، صلاه على النبي. الحمد لله، لان ذاك العميد قبل ما يديروا هاد النصبه يشدوا داك خينا حي، الفلوس ديال الحاج اللي كانوا في جيبو، وكان تيقولوا جيبو كانت واحد 6000 درهم، قالوا لي جيب فلوس وصوروها، قال لي ربما يطلب لك شي فلوس، وصوروها وعلموا بها النيابه العامه وعلموا بها السي شكري، وبقى مخبينها، عطاه مني 2000 درهم، الاخر شدوه، الاخر قال مالي فلوسي، قال لي فلوس، قال لي قال لي مصوره عندنا الشفار، مصوره عندنا الفلوس هذه. قلبوا لي الكرطاب ديالو اللي تما، حلوا الكرطاب تيلقاو في داك الكفن مجموعه ولدي مع الكرطاب جمعوا مزيان داك الكفن، وتيلقاو معاه واحد الباكيه ديال الشكلاط ملي مغلف بواحد الكاري ذهبي، شكلاط صغير، هذاك هو الشكلاط، داك الشكلاط هو اللي شاف الحاج في الخابيه اللي تحت مكان الدخان، قال لهم هذاك هو اللي شفت، حلو، قال هذا الشكلاط ديالو كيبدا ومسوق عليهم، قادو كويرات بزاف كويرات لقاو، قال لي هذا هو اللي شتي، قال لي هذا اللي شت. قال الاخر يلاه معنا، داو الفقيه داو الحاج في الليل، داوهم
بداو خدامين في ديك الليله. هادشي عادي. البوليس يجيبو واحد بعد 9 الليل، السلطه القضائيه متيمشيو حتى الصباح نجيو عندك، تيبداو ديك الساعه. المهم شدوه داو بقى تبحثوا معاه، قال لي فين ساكن؟ قال لي هنا في هذه المدينه. مع من ساكن؟ قال لي مع والديا. مع والديك؟ قال لي ايه. ما كاين باس. ديك الليله بقاو تيتصنتوا ليه، والدته لقى عنده سابقه في النصب والاحتيال، عنده فايت مشدود عليها. ناضوا ديك الليله ضربوها معاه، خلاو عليه 2 درايا حساسين عليه لا يدير شي مشكله حتى الصباح. وشوف ديك الليله داروا محضر مواجهه بينه وبين داك السيد، تقول لهم هذا هو الشخص اللي كذا وكذا وكذا وداليا وداليا ما يناهز 70 مليون. الاخر ديك الليله قال لهم ولا ماشي 70 مليون، ديت ليه 25. هي 25. وعلاش ديتها ليه؟ قال لي هو طماع وانا كذاب. وفايت شديت قال لهم على هذا الشيء، هو طماع وانا كذاب. وكاع قال لهم هاد الفقهاء وهاد الشيء عار كذابه، تيصيدوا الطماعه. لان الكذاب الطماع تيقدر يدير الكذاب. اللي تيبغي الفلوس سهله، اللي تيبغي الفلوس سهله في جميع المجالات، ماشي في هذا المجال. حتى داك اللي تيقول نجيب لك كونطرا من فرنسا، المهم غتمشي تما لا فرنسا، غنجيب لك كونطرا ديال الخدمه، فهمتي؟ دابا راه غتمشي لا فرنسا، انا راه ناخذ هاد 6 المليون راه ماشي ليا، ماشي نقول لك انا نسير لفرنسا ولا غتخدم عنده. انا بغيت تعطيني شي حاجه حتى انا غتخدم ان شاء الله ونتلاقاو تما في فرنسا وصيفطها ليا، راه قدام كيتسمعوا باك. انا راه فلوسك ما نديهاش بيدي، انا وياك غنمشيو للبوسطه نصيفطو للفرنساوي. شوف الفرنساوي باش نخدم عنده، هو يعطيك السكنه، نهضر معاك السكنه غيعطيها لك السكنه، وغيسبق لك شي حاجه باش شي 3 المليون باش تصرفوا كذا كذا. بما بديتي العمل ومن غتبدا العمل، انا هضرت معاك يعطي السيد 4 المليون في الشهر، هاكي ما تضيعوش. قال لي واخا، ولكن السكنه عافاك تكمل العام خصك تكري. تيقول اخو نكري انا شنو نبقى ندير تما؟ لا كري الله يرضي عليك، راه تهلا فيك. طماع بغا الفلوس، بغا الفلوس سهله، تيدخل لي كذاب. هنا طلع الصباح قال لي يلا معنا نمشيو نشوف فين ساكن. نمشي نشوفوك فين ساكن. داو من دارهم عند مو باه، دخلوا عند مو باه، تستقبلهم مو باه. الناس كانوا خدامين في الخارج روطريتي، دوزوا واحد 10 سنين في المغرب من خداو التقاعد وبقاو جالسين في ديك الدار ديالهم، عندهم داك الولد. دخل داك الولد عندهم، دخل الاخر مع الدخله قال لبو الوالده فين ساكن؟ انا ما ساكنش معاكم. تصحاب بغى يدوخ البوليس، قالت ليه ساكن معنا وليدي. فين هو بيته؟ هو الفوق. طلعوا لبيته الفوق، تلقاو واحد بيت مفرش ما كاينش الاثار ديالو بانه هو تيناس تما. قال لي لا هذا ماشي بيتك. فين هو بيتك؟ قال لهم انا تناس. قالت لهم انا تناس بيتي ولدي عنده هنا. اذا الام عارفه الدري اش تيخربق. ولكن الاب داك الشيباني مسكين عنده ودود، لما كانوا هابطين من الفوق داك باهم قال لك والو باس سيدي. قال لي ولدك هذاك بيته اللي الفوق هنا ساكن في عنده شي بيت اخر. قال لي سيدي عنده دار ولا مع مرته ساكن فيها، اش غيدير عندي هنا؟ قول. قالت لي المراه لا مالو ما ساكنش عندي ولدي ولا امشي لمحالو بعد مني. قال لي احنا راه بوليس السي، دخل عليا البوليس طفرناه. خرجوا قال لي ورينا محالك، باك عنده قول ورينا محالك، ورينا محالك فين هو، ورينا دارك فين ساكن. توريها لنا. ويوريها. الشرطه القضائيه ديال اواخر الثمانينات والشرطه القضائيه ديال التسعينات، بلا ما نزيدو نهضروا اكثر، تقولها ما كانش اللعب. الشيء اللي بعض الناس اليوم تيقولوا كون كانت الشرطه القضائيه بحال ذاك الوقت ما يكونوش البراس دابا تينحقزوا علينا وتيدوا المشاكل البراس. هنا بقى ما يدير وتزير، قال لهم نوريكم داري، وداهم لدارو. مشاو عنده واحد الدار، لقاو عنده واحد مرا تما، واحد البنت. قال لهم هذه مراتي. لاحظوا بان بنت صغيره، قالوا عطينا الاخ ديال الزواج باش نعرفوا معاهم تيهضروا. كانت مسكينه حامله، بنت تزوجات معاه عندها 17 عام. 17 عام كان عندهم الكاريط اللي حسبوا ليها البوليس. ديك البنت مسكينه ما عارفه والو، قالت لهم انا خويا راه انا بنت دور الصفيح، تعرفت معاه وتزوجت معاه، انا حامله معاه، انا جالسه اش تيخدم؟ واخويا اش غنقول لكم؟ تيقول لي انا تنداوي الناس بالقران وانا هادي وانا ديك. شتي لي فراسك، شتي لي فراسي يا سيدي. ديالنا هاد الدار اخويا ديالو كاتبها ليا،
البنت تهضر مسكينه عفويه، بوسي يهضروا معاه عليه ومن بعدينو دور فيه. قال لي الدار ديال هادي، قال لهم لا الدار ديال الوالده، الدار ماشي ديال الوالده. عارف هو اش تيدير، عارف بانه هذاك من النوع اللي تيكون مجرم، وعارف بانه يعيش على الجريمه تيموت على الجريمه. كاين بعض المجرمين اللي تيدير الجريمه وتعرف راسو بانه الوقت يقول والله يبدل الحال ودخلنا الحبس الله يعفو علينا وكنا غالطين. كاين اللي لا، عارف راسو طول حياته يبقى مجرم، تعرف راسو ما قريب عنده ديبلوم، ما عنده هذه، ما عنده ما ميكانيسيان ما تليسان حتى حاجه، تعرف راسو بان الجريمه هي خدمته ديما غيبقى عليها وتيبقى يفكر في الحبس ورا الحبس ومن بعد الحبس ولا تشد كما دار هذا. قال لهم الدار ديال امي، الدار ديال امي وديال با وداكشي. لاحظوا البوليس تما من جاو لاحظوا بان ديك الدار كما قال له ديك البنت، قال شحال ما سكنتوا هنا؟ قالت له سيدي هذه شهر بس سكننا. لاحظوا الاثاث كله جديد، حتى ان الكراطن ديال الثلاجه وديال ماكينه الصابون والماكينه ديال الطياب وداك الشيء والتلفزيونات، الكراطن باقيين عنده في واحد الخوت مجموعين، الكراطن ديال الاثاث، اي انه عجب اثاث جديد للدار. شافوا الورق ديال الدار تلقاو بان ما كاين حتى شهر ونص باش ديك الدار مشريه في اسم مو، دارها في اسم مو باه، اسم مو باه ديك الدار. انا اتصلوا بالاستاذ شكري قالوا لي سيدي شنو لقينا ولقينا واحد البنت عندها 17 عام ولكن مزوج بها كاين العقد، ولقينا بان الاثاث ديال داك الدار جديد، كله جديد من الكاس كما تيقولوا حتى الفاس، كل شيء جديد. وتلقاو حتى الكراطن باقي مجموعين في واحد القن ديال الثلاجه وداك الشيء، كان داك السيد جاب داك الشيء بداك الشهر او ديك السيمانه. قال لهم كملوا معاه وسيروا شوفوا ديك مو با واش الدار ديالهم، وشوفوا باش شراو هذيك الدار، باش شراوها، لان هذا السيد ما بوينتاو عمره ما كان خدام في شي جهه باش يدود على النصب والاحتيال. هادشي اللي تيدير هذا السيد هذا، عمره ما كان عنده شي مدخل شي فلوس ولا شي حاجه من برا، الا داكشي اللي تيدي من عباد الله. قالوا ليه فين كاتبتي مع داو حزو بعدا شي داك التخربيق ديالو لقاو داكشي ديال السحور تبع في واحد الكارطونه، لقاو شي عشوب حطهم في واحد الكارطونه، لقاو ما يثبت بانه سحار وانه كذاب وانه تيتعاطى بانه فقيه وشي كتوبه والمداد وداكشي كلشي جمعوه. داو معاهم حتى ديك المراه تصنتوا ليها تتقول الكلام ديال انا تزوجني بنت 17 عام وخدا وقال لي انا تعرف معايا بنت 15 وبقى معايا حتى المهم هذا من بعد تزوجني حملت وكذا وكذا وكذا. تبين بان حملت معاه قبل ما يدير الكاريطه بها، حملت باش يدرك كما كان ديك ثبوت الزوجيه، وبانه صاب قضيته باش تزوج بها بنت 17 عام حامله. يمكن القاضي اللي يزوجو شاف البنت حامله وغتضيع وشاف في العطل عاد يحاسبوا على قاصره ما قاصره، خلي يتزوج بها وصاتو النبي يتزوج بها.